تخيل معايا يا صديقي طالب عادي جدا ضعيف وحيد محدش بياخد باله منه زي ورق الحائط في المدرسة، لكن في يوم من الأيام حياته كلها اتغيرت، اتسحب لعالم تاني مع مهارات غش خارقة وجاذبية مطلقة لدرجة انه دلوقتي يقدر يخطف أي قلب يحبه. القصة بتبدأ زي أي أنمي مدرسة ثانوية عادي، لكن مع كل خطوة يزاد بين عالم العاديين وبين عالم القوة والجاذبية بنحس ان حياته على وشك بتتحول لشيء أكبر وأغرب من أي خيال. القصة بتبدأ زي أي أنمي مدرسة ثانوية عادي، مع أولاد وبنات مشهورين ماشيين في المكان كأنهم أصحاب المدرسة والباقيين بيتكلموا ويتفرجوا. سوزان هي ملكة المدرسة، مش بس رئيسة مجلس الطلبة لكن كمان متفوقة في كل حاجة. جنبها كازوكي الساحر اللي كمان نائب الرئيس، هم كأنهم ثنائي القوة في المدرسة. في الوقت ده بنقابل الشخصية الرئيسية يوزادو. هو طالب عادي جدا ومؤمن تماما إنه مش موجود بالنسبة لأي حد، النوع اللي بيندمج في الخلفية كأنها ورق حائط. أكبر متعته في الحياة تسلق شجرة عشان يرجع عصافير صغيرة ضايعة لعشها، لكن جوه قلبه عنده حلم سري بحاجة أكبر وحماسية تخرجه من روتينه الممل. نقطع لمشهد يوم ممطر، يوزادو نسي الشمسية وفكر تانية ياخد واحدة حد تاني، لكن هو طيب وما قدرش يبقى شرير عشان شوية مطر، فاستنى تحت السقف واقف ساعات زي تمثال مبلول لحد ما سوزان ظهرت فجأة وذكرته إن الطلبة مش مسموح ليهم يقعدوا بعد المدرسة. ووقت يوزادو فكر إنه لازم يرجع البيت في المطر، كازوكي جه واداله شمسية احتياطية. يوزادو اتصدم لأنه ما كانش متوقع إن كازوكي يعرف اسمه أصلا، والأغرب إن كازوكي طيب فعلا. قرروا يمشوا البيت مع بعض، وسوزان قالت يمكن ده القدر اللي جمعهم. يوزادو اللي واضح إنه نيرد قلبه على طول قارنها على طول بحدث نادر في لعبة فيديو. ماشيين البيت مع أروع شخصين في المدرسة، تقريبا دمر الجو لما قال الكل هيكون غيور، لكن لحسن الحظ محدش سمعه. وهو ماشي قال لكازوكي إنه كان فاكر إنه مجرد لاعب بيتكلم مع البنات للمتعة. كازوكي قال إنه بيتكلم مع البنات لأنه بيحس بالأسف عليهم. سوزان ضحكت وقالت إنها تفضل تتكلم مع الشباب على أي حال. هي واضحة إنها فوق مستوى يوزادو، ذكية ورياضية وجميلة من جوه وبره. يوزادو اتحول لفان بوي على طول. بعدين جال السؤال اللي الكل عايز يعرفه، هل سوزان وكازوكي مرتبطين؟ الجو اتوتر شوية لكن وضحوا الموضوع، هما بس بيتجمعوا عشان شغل مجلس الطلبة. يوزادو اعتذر إنه سأل حاجة سخيفة، لكن سوزان جالت أفضل تسأل من إنك تختاب وراك. وهما ماشيين بدأوا يتكلموا عن مستقبلهم. اتضح إنه مفيش حد فيهم عنده خطط حقيقية، حتى سوزان اللي هي سنتها الأخيرة قالت إنها مش عارفة هتعمل إيه. هي ممتازة في كل حاجة فمفيش حاجة صعبة بالنسبة لها. قالت إنها حاسة إنها مش تابعة للعالم ده فاجأ يوزادو. هي مثالية لكن حاسة بالضياع، حاجة يوزادو بيتعلق بيها. فجأة سوزان وكازوكي وقفوا، سمعوا أجراس بتدق بقوة. يوزادو ما سمعش حاجة. قبل ما يسأل بيظهر دايرة سحرية مضيئة تحتهم. هو اتلخبط وفكر يمكن ده بوابة لعالم تاني. سوزان بدل ما تقلق اتجننت من الحماس وسألت إذا يتوقع يقابلوا وحوش وأبطال. يوزادو اتصدم من رد فعلها. قبل ما يستوعب أي حاجة الأرض ضوت واختفوا. لما يوزادو صحي لقى نفسه في قاعة كبيرة وواقف قدام ملك حقيقي. كازوكي مرعوب ونفسه الحال، بس سوزان مستمتعة بكل ثانية. الملك قدم نفسه باسم بسيط جدا، لويد، حاول يحافظ على الرسمية. كازوكي معصب وسأل ليه اتسحبوا هنا. الحرس كاد يقطعوا لكن لويد هدى الكل، شرح لهم انهم اتسحبوا كأبطال. من سنتين المملكة اتهاجمت من جيش شياطين، قتلوا، لكن ملك الشيطان بيرجع قوته. دلوقتي المملكة استخدمت تعويذة ممنوعة اسمها استدعاء الأبطال لجلب ناس قوية من عالم تاني عشان تساعد في القتال. كازوكي انفجر، هو مش فارق معاه شياطين او مهام الابطال، هو عايز بس يرجع حياته الطبيعيه ويغازل البنات. بس في مشكله، التعويذه بس بتشتغل في اتجاه واحد، مفيش رجعه. الملك اعتذر ووعد انه هيحاول يلاقي طريقه يرجعهم، بس دلوقتي محتاجين مساعدتهم. سوزان رجعت الواقع وتساءلت ازاي تختاروا لو المملكه حتى مش عارفه هم مين. ساحره نرديه اسمها ويلسي شرحت ان اللي بيسمع الاجراس قبل الاستدعاء هم المختارين. خبر وحش ليوزاد، هو ما سمعش اي حاجه وخدوه لكريستاله خاصه بتوريه قواه السحريه. كازوكي سأل يوزادو اذا تمام مع الموضوع، هو اكتفى برفع كتافه، هو بس مبسوط يمكن يقدر يستخدم سحر حتى لو مش بطل. سوزان جربت الاول، الكريستاله ضوت اصفر، معناه عندها سحر رعد ومانا كتير، فرحانه جدا. بعدين كازوكي لمسها والكريستاله ضوت ابيض، سحر نور نادر وقوي مثالي لمحاربه الشياطين. سوزان قالت يمكن تقدر تضرب شعاع نور او تعمل سيوف من الضوء. يوزادو ضحك عليها وقالت نرد جدا، لكنها عجبتها. جه دوره، بس هو بسأل ان الكريستاله تضوي حتى شويه، وفعلا ضوت اخضر. الكل قال اللون شكله هادي، لكن ويلسي فجأة اتجننت وجرت عليه. اتضح ان الاخضر مش بس نادر، ده خطر. ويلسي جريت بيه للملك وقالت قوته خاصة جدا. الملك ضحك وقال سحر مظلم، لكن ويلسي وقفتها. هي لسه ما قالتش نوع السحر لانها متوترة جدا. قبل ما تشرح الملك قال للحرس يطلعوه بسرعة من القلعة. يوزادو متلخبط، سحره فعلا خطر. سأل اذا في حد تاني اخضر، اتضح في شخص واحد تاني، امرأة مخيفة اسمها روز، والملك حتى مش عايز يقول اسمها، بس للأسف هي دخلت الغرفة
الغرفة كإعصار. الكل وقف مرعوب. هي قبطانة فريق الإنقاذ في المملكة، لكنها شكلها كأنها زعيمة في لعبة قتال. سألت عن الأبطال الجداد والملك كذب وقال يوزادو عادي اتجذب بالغلط. روز مش مقتنعة، قربت من يوزادو وبصت له. لما ذكر سحره الأخضر الكل خاف. روز ابتسمت بجنون وقالت هاخده. الملك طلب منها تعيد النظر، هو عارف إنها قوية ويوزادو ما كانوش مفروض يكون هنا. قبل أي حد يقدر يمنعها روز مسكت يوزادو، حاولت تنقله بتعويذة فقاعة بس روز كسرتها كأنها ولا حاجة. هي سريعة وقوية جدا ومحدش يقدر يمسكها. أمسكت يوزادو وقالت هتحوله لمستخدم سحر شفاء محترف، وهو فقد وعيه من الضغط. الملك قلق بس فات الأوان. روز راحت بيه على طول للتدريب المزعج بتاعها. في القلعة سوزان وكازوكي قاعدين ملا الموت، لكن فجأة سمعوا الأخبار الصادمة. يوزادو اتسحب. ويلسي حاولت تهديهم وقالت حياته مش في خطر بس الأمور مش كويسة. اتسحب للتدريب خارج المدينة. مستخدمين سحر الشفاء نادر جدا في العالم ده، والمرأة المجنونة اللي أخدته روز واحدة منهم، ناوية تجبره يبقى تلميذها. سوزان مش فاهمة الموضوع كله ليه مبالغ فيه كده. ويلسي واضح عليها التعب من غبائهم وشرحت لهم كأنهم عيال 5 سنين. طريقة تدريب روز مجنونة على الآخر. وفي نفس الوقت يوزادو وصل بالفعل لقاعدة فريق الإنقاذ. روز قالت له على طول إنه لسه مش شافي فعلي لكن عنده الإمكانية، عشان كده جابته هنا. المكان ده هيبقى بيته الجديد. بعدين نادت على الفريق كله عشان يقابلوه. مجموعة من الرجالة ضخمين ومخيفين دخلوا. يوزادو اتخض على طول، شكلهم كأنهم ممكن يسحقوه بإيد واحدة. روز قدمتهم وقال لهم يكونوا لطفاء، لكن من شكلهم واضح إن تعريفهم للطف مش زي تعريف يوزادو. الرجالة قدموا نفسهم بطريقة مرعبة جدا، ويوزادو بدأ يشك إذا تسلم كقربان بشري. روز قالت لهم ما يخوفوشوا، بس بصراحة هي الأخطر. الوحوش حاولوا يطمنوه إنهم بس أصدقاء، وده خلى الموضوع أسوأ. يوزادو حس إنهم مش فاهمين حتى معنى الطيبة. روز كملت وشرحت إن الرجالة دول زملائها مش شافيين. في 2 تانيين مستخدمين سحر شفاء في الفريق، لكن عادة بيكونوا في مهام. وبعدين جه وقت الكلام الجد. روز قالت هتحشر معلومات سحر الشفاء في دماغه مهما حصل. يوزادو لسه مش مصدق، ساكت بيستعطف ربنا يلاقي طريقة يهرب. بصوت مهذب جدا وساكت قال يمكن في مدرس تاني يتعلم منه. روز تجاهلته تماما وقالت التدريب بيبدأ بكرة، وأمرت واحد من العضلات تونج يدي يوزادو غرفة يقيم فيها، وقالت لهم كلهم ياخدوا عشاء ويرتاحوا. بعد ما راحت الواقع بقى صعب على يوزادو. رجالة فريق الإنقاذ قالوا له إنه محكوم عليه. روز هتدربه شخصيا وده اللي هيعمله أقسى من التعذيب. حتى مزحوا إن الجحيم ممكن يبقى إجازة مقارنة اللي جاي. المجموعة ضحكت ويوزادو قاعد يفكر دخل على أي كابوس ده. بالليل نام صاحي قلقان على اللي هيحصل له، لكن بشكل مفاجئ لقى أمل صغير. يمكن الأمور ما تكونش وحشة كده، بس حتى روز مش عارفة النتيجة هتبقى إزاي. الصبح يوزادو فتح عينيه وصلى إن أمس يكون حلم غريب، بس مش كده، فعلا اتسحب لعالم تاني. سوزان وكازوكي جوه يزوروه بعد ما سمعوا إنه اتخطف. حط وجه شجاع وقال لهم ما تقلقوش، رغم إن جوه قلبه الخوف من تدريب روز من الجحيم لسه موجود. رغم كده يوزادو مستعد، مصمم يكمل لأنه عايز يكون مفيد. سوزان قالت لهم هيبدأوا تدريبهم كمان، واتفقوا كلهم يعملوا أقصى ما عندهم. بعد ما مشوا يوزادو حس بالذنب عشان اتشدوا كله، بس بعدين فكر إن سوزان مستمتعة بكل ثانية في العالم الخيالي ده، متحمسة أكتر من أي وقت، بتأمل تقوى كفاية عشان تدعم الباقيين يوما. روز ظهرت فجأة وكادت تقتل يوزادو من الخوف. قالت له ده مش سجن، مسموح له يشوف أي حد يحب طول ما مش وقت التدريب. وأدت له كمان دفتر يوميات وقالت له يكتب فيه كل يوم تقدمه وأفكاره أثناء التدريب. بعد الفطار بدأ التدريب. المفاجأة إنه في الأول مش وحش قوي. روز خلت يوزادو يقعد ويحاول يحس بألمانة جوه جسمه، شغله الوحيد يحس بيها ويتعلم يخرجها. أعطته كتاب يساعده يدرس. يوزادو اتفاجئ إنه قادر يقرأ اللغة، لكن اتضح كل الأبطال المستدعين بياخدوا سحر الترجمة تلقائي. روز ورته خريطة وأشارت على قرب أراضي الشياطين من المملكة، عشان كده دايما المكان ده بيتهاجم الأول. الكتاب مليان معلومات عن الشياطين وأجناس تانية في العالم ده، وقالت له يبدأ يتعلم. اليوم الأول سهل ويوزادو فكر يمكن يقدر يتحمل ده، لكن اليوم التاني كله اتغير. التدريب بدأ يجري بلا توقف. يوزادو بدأ يشك إذا ده فعلا طريقة تعلم السحر. اليوم التالت جري لدرجة رجليه خدت منه ووقع، لكن بدل ما تساعده روز ضربته، واتصدم لما لقى إنها شفت عضلاته على طول وعالجتها. قالت له يبطل الشكوى ويكمل. أجري كأن حياتك على المحك. زعقت وقالت ولو مت هحييك وخليك تجري تاني. يوزادو ما قدرش يجادل، سجل كل شكاويه في دفتره. اليوم الرابع تدرب مع باقي الفريق، لكن وقع وراهم بلفة كاملة. بدأوا يسخروا منه وهو ساكت وحافظ غضبه للدفتر. اليوم الخامس والسادس لسه بيجري وروز بتسبه طول الوقت. احباطه بيكبر لكنه مخبي كل حاجة. بعدين خلال التدريب حصل حاجة مجنونة. شاف وميض خفيف لسحر الشفاء في ايده، اختفى بسرعة لكنه اداله امل. اليوم السابع نفس الروتين. يوزادو بيجري لحد ما يكاد يموت. روز ضربته تاني، شكلها غضبانة اكتر من العادة. بدأ يشك اذا اكتشفت انه بيشتكي عنها في الدفتر.
الدفتر. بعدين طرحت عليه في السماء بسحرها وقالت له يجري تاني. لما نزل يوزادو قرر يسجل في الدفتر إنها مجرد غوريلا شرسة. اليوم الثامن تاني تدريب وحشي. اليوم التاسع يوزادو اكتشف حاجة كبيرة، بقى يقدر يشفي جسمه كله مش بس الجروح الصغيرة. فهم أخيرا ليه سحر الشفاء مهم جدا، فعلا محتاجه. في اليوم العاشر اكتشف كمان حاجة تانية، ما بقاش بيتعب مهما جري، قدر يسيطر على سحر الشفاء بأمره، لكن لسه قلقان، كله عمله جري. هل ده كفاية يساعد أصحابه مستقبلا؟ أكيد لو سأل روز كانت هتضربه في وشه، وفي الحقيقة روز غضبانة كمان وقالت له يعمل 30 لفة زيادة. هنا يوزادو قرر يبطل يناديها الآنسة روز، من دلوقتي بس روز. اليوم الحادي عشر مستوى التدريب اتطور، دلوقتي بقى فيه تمارين الضغط يأتوا بطريقة ما قدر يعمل أكتر من 800. روز أخيرا شرحت له ليه بتخليه يتدرب بالشكل ده، عشان يقدر يتحرك أسرع في المعركة. كل ما يجري أسرع كل ما يقدر يوصل للزملاء المصابين بسرعة وينقذهم. في اليوم 12 جري لحد الظهر، وبعدين عمل تمارين الضغط طول الليل. في اليوم 13 روز لاحظت إن يوزادو بيقوى، فقررت تزود الصعوبة، ضافت أوزان لتدريبه. بعدين في اليوم 14 حصلت كارثة، غدا يوزادو اختفى. واحد من العضلات اعترف إنه أكله. يوزادو انفجر، أخيرا رد وقاتل. لكن للمفاجأة الكل هو خلاص اتعود على الأوزان، دلوقتي بدأ يلحق. بعد أسبوع سوزان وكازوكي جو يشوفوه واتصدموا من اللي شافوه. الراجل اتحول تماما، بيعمل تمارين ضغط صعبة زي وحش. روز واقفة وراه بتقول له ما يشتكيش من حاجة بسيطة، لكن يوزادو مش بيشتكي خالص، بالعكس قال بشكل عادي إنها سهلة، حتى مع روز واقفة على ظهره عشان خفيفة جدا. مضحكة من شجاعته روز رمت صخرة على ظهره كمان، لكن يوزادو ما استسلمش، شفى نفسه وكمل التمرين من غير أي تردد. روز اتأثرت وقررت تقدر تاخده لمكان مهم قبل المتوقع. سوزان بصت مصدومة من جسم يوزادو الجديد والعضلات، وكازوكي اعترف ان التدريب ده لازم يكون وحش جدا. فجأة رجل اسمه سيجلي دخل وهو واضح غضبان، واتهم روز انها دمرت يوزادو، لكن روز صفع بيك وقالت طرقها مختلفة تماما عن الفرسان، وانها بتدرب يوزادو عشان يكون يدها اليمنى. يوزادو اتفاجئ، ما كانش يعرف انها شايفاه كده. روز شرحت ده عشان بتحترم انه عمره ما استسلم، عنيد، يكره يخسر، والاهم انه عاش من كل اللي هي عملته. يوزادو فهم ان كل اللحظات اللي كان عايز يعلمها درس ليها رجعت ضده، دلوقتي هي شايفاه التلميذ المثالي. روز سمحته ياخد بريك، والاخرين قالوا لهم يرتاحوا كمان. بنت اسمها سيليا عرضت تاخدهم بريك صغير. في الوقت ده سيجليوس قال لروز انه اتأمر انها ترجع للخدمة الفعلية، لكنه رفض. روز مش فارقة، قالت عينيها اليمين مش نافعة على اي حال. وهما بياكلوا الغدا يوزادو اكتشف ان سيجلاس فعليا قائد جيش المملكة واقوى فارس، هو كمان اللي بيعلم كازوكي وسوزان مبارزة بالسيف. يوزادو كمان اكتشف حاجة واضحة، سيليا هي الأميرة. اتكسف شوية واعتذر على تصرفاته العادية. أكلوا فطيرة غريبة كده، وكازوكي سأل يوزادو هل فعلا بيتدرب كده كل يوم؟ يوزادو قال له النهارده كان أسهل من العادة. كازوكي قال تدريبهم ماشي كويس كمان، بس مش زي جدول يوزادو. فجأة سوزان تدخل بس عشان تشوف عضلات يوزادو. الرجالة دلوقتي عضلاتهم كبيرة. كازوكي حاول يرجع الموضوع وقال إذا التدريب زيادة عليه. يوزادو اعترف بالبداية كان صعب جدا، فكر جديا يسيب. روز كانت مرعبة وكل حاجة بتوجعه، بس دلوقتي ما بقاش عايز يجري أكتر. التدريب بقى ممتع وبدأ يحب حياته هنا. أصحابه اتأثروا، بس يوزادو قال الموضوع مش عن إنه يبقى رائع، هو بس عن إنه عنيد جدا، عايز يكون قوي كفاية يدعمهم عشان يوما كله يضطر يقاتلوا مع بعض. كلهم ضحكوا لما سوزان اتدغدغت على عضلات يوزادو أكتر من اللازم. بين العضلات الكبير اللي سرق غدا يوزادو قبل كده رجع ومعاه وجبة بديلة. يوزادو منسيش، لسه شايل ضغينة، وبدأ يتكلم زي واحد من رجالة فريق الإنقاذ. بدأوا يتخانقوا سرعان ما تحولت لمشاجرة عنيفة. الرجل الكبير قال هيضرب يوزادو، ويوزادو رد وقال يحب يشوفه يحاول. بدأوا يتعاركوا. سيليا خافت وسألت إذا ده كويس يحصل، وكازوكي هز كتافه وقال ده جزء من روتين يوزادو اليومي. واضح إن يوزادو اتأقلم تماما مع حياته الجديدة. فقرر كازوكي إنه محتاج يرجع يتدرب كمان، مش عايز يتأخر. سوزان استعدت تمشي كمان، لكن دلوقتي بدأت تفكر يمكن في سبب إن التلاتة اتجمعوا في العالم ده مع بعض. بالليل يوزادو استحم في حمام ساخن وفكر يذكر نفسه، يمسك نفسه عشان سوزان ما تفقدش أعصابها تاني. وهي صح، جسمه اتغير كتير. كل الشفاء من الضرر البدني المستمر خلاه عضلاته جامدة جدا، بس حتى بالقوة الجديدة عارف إن شغله مش عن القتال، ده عن إنقاذ الأرواح في الميدان. ودلوقتي بيسأل نفسه إذا عقله قوي كفاية يوازي الجسم اللي بناه. الصبح روز قالت ليوزادو هيتحركوا، باقي الفريق اتوتروا على طول. واضح إنهم متوقعين اليوم ده مع دريد. عند بوابات القلعة واحد من الحراس خاف لما روز قالت هتاخد تلميذتها خارج الأسوار. جري يفتح البوابة. جندي تاني بيتفرج مش مصدق من قوة روز، مجرد وقوفها كفاية يخوف الناس. يوزادو سأل رايحين فين؟
روز قالت له اصمت واتبعني. وصلوا في النهاية لغابة مرعبة اسمها فالام لينجر. المكان ده مشهور بالوحوش المميتة. بعدين روز قالت له حاجة صادمة: يوزادو مش مسموح له يرجع إلا بعد ما يهزم جراند جريزلي. يوزادو فاكر إنها بتمزح وحاول يشرح إن الجراند جريزلي مجرد دب أزرق عاش أكتر من 100 سنة، حتى الدب الأزرق العادي خطر جدا. لكن روز قالت له لازم يقدر يتعامل. هو ذكر لها إنه لحد دلوقتي جري بس ما عندوش خبرة قتالية، لكن بدلا من المساعدة أو الشرح روز رمت بيه في الهواء مباشرة للغابة. يوزادو بيقع بسرعة وفكر خلاص انتهى أمره، لكن سحر الشفاء اشتغل لوحده وجسمه ضوى مصمم ما يموتش. شفى نفسه في الهواء وقدر ينجو من السقوط. دلوقتي عالق في الغابة من غير دعم ولا رجع لحد، المهمة تخلص. حاول يظل متفائل وقال لنفسه ده مجرد دب صح، لكن لما لف وشاف الدب وراه ضخم جدا أكبر من المتوقع، حتى مخالبه كأنها تقطع شجرة نصين. يوزادو حاول يهرب بسرعته، فاكر الدب مش هيلحقه، لكنه غلط، سريع بنفس القدر. فكر في نفسه انه نجا من تدريب روز الكابوسي، فده مفروض يكون أسوأ. فجأة لاحظ ان الدب معاه دعم في اكتر من واحد. يوزادو زعق فيهم وجري، سمع صوت ميه وجري في نهر قريب عشان يهرب. الدببة مش هتلحقه في الميه فسيبوه، مبلول لكنه حي. استراح ممتن انه نجا من اليوم الاول. كل اللي معاه حقيبة مؤن وسكين صغيرة. تمنى روز كانت على الاقل اديته حاجة يشعل بيها نار. القضاء على جراند جريزلي حاليا مستحيل، لكنه قرر يأجل التفكير لليوم التاني. بالليل عمل سرير مؤقت من ورق الاشجار ونام. اليوم التالي يوزادو بدأ يصطاد، فهم انه محتاج يعرف عدو افضل. دور على دلائل ولقى خدوش على شجرة. فجأة سمع صوت حفيف في الشجيرات واستعد يقاتل، لكن اتضح انها ارنب. بصراحة الموضوع شوية غريب، يعني في البداية كان في وحش شكله زي الارنب ومصاب. يوزادو شافه وبدون اي تردد عالجه وقال للارنب يبقى حذر المرة الجاية. هو كمل طريقه، لكن الارنب بدأ يتبعه. هو حاول يقول له يمشي بعيد لانه كان بيدور على دب خطير، لكن الارنب ما عايزش يمشي. يوزادو بدأ يفكر يمكن الارنب ده بيحاول يديه على مكان معين، وهو فعلا اتحرك وراه ولقاه بيقوده لأسرة الدببة الزرقاء. يوزادو اختبأ واتفرج عليهم، هم فعلا أسرة. هو ما هاجمش على طول، بس راح يشرب مية. المية كانت وسخة ومش باينة كويس. حاول يشرب ورغم كده حصلت كارثة، جسده أتعب والمية أثروا عليه جامد. السحر بتاعه للشفاء كان شغال بصعوبة وبطنه مولعة نار. اليوم اللي بعده الأرنب وديه لمية نقية يشربها وكان طعمها حلو جدا، لكن حس بحاجة غلط في الأرنب بتاعه. كان خايف ومتوتر. الحاجة اللي خافت الأرنب لازم تكون حاجة رهيبة، لأنه ما اتزعجش قدام الدببة. بعد شوية سمع صوت من الغابة. يوزادو بص ولقى أفعى ضخمة طالعة من الظلال. اتجمد مكانه. الحاجة كانت مرعبة وبتدي شعور بالقتل. يوزادو عرف فورا إنها أخطر من أي حاجة قرأ عنها في الكتب. بعد ما الأفعى راحت أخيرا شال نفسه وعمل ملاحظة في دماغه إنه عمره ما يقرب من الحاجة دي تاني. 4 أيام عدوا. يوزادو فضل يتفرج على الدببة وما حصلش أي تغيير، لكنه مش قادر يمشي لحد ما يواجه الدب الكبير. فقرر لنفسه إن بكرة هو اليوم اللي هيواجهه. اليوم اللي بعده وصل، بس الأرنب الصغير كان متضايق وحاول يمنعه من الخروج. يوزادو استسلم شوية وقرر يقعد لحد ما المطر يخف، لكن أول ما السماء انفتحت قال للأرنب إنه لازم يمشي. المرة دي مفيش حاجة توقفه، عايز يكمل المهمة. لما وصل لعرين الدببة كان متضايق جدا. وصل متأخر، كل عيلة الدببة الزرقاء اتقتلت. بص حواليه ولاحظ علامات العض، واضح مين اللي عمل كده. الأفعى الكبيرة، بس مش عشان تاكلهم، عملت كده للمتعة. والأسوأ إن الدب الصغير لسه حي، زحف من بين الركام بيعيط ويحاول يصحي أمه. يوزادو شد إيده، فكر قد إيه هو بيكره يخسر، خصوصا قد روز، لكن أكتر من كده هو بيكره إن هدفه اتاخد منه، والأكتر من كل ده هو اللي شايفه دلوقتي. ركع قدام الصغير وقال له يقعد مكانه، ووعده إنه هيرجع وياخد حقه. في نفس الوقت في القلعة سوزون وكازوكي راحوا يشوفوا يوزادو. لما عرفوا إنه فضل في الغابة 10 أيام كاملة اتصدموا. ده وقت طويل جدا لأي نوع تدريب. فريق الإنقاذ ما عندهمش إجابات. روز كانت اللي مأمرة وما كانتش موجودة. كازوكي واضح عليه القلق، لكن سوزيان مؤمنة بإيته. أكيد إن روز ما كانتش هتبعته للغابة إلا لو هو جاهز. في الغابة يوزادو جمع قوته، أكل شوية من الأكل اللي معاه وبدأ يصنع رمح. بعدين بص للأرنب وقال له يوديه للأفعى، بس قبل ما يمشوا قال له يجري بعيد أول ما يلاقوها. الأرنب قادوا في الغابة، وبعد مشوار طويل شافوا الوحش. الأفعى كانت هناك وبتهاجم الدب الصغير. قلب يوزادو وقع. هو قال للصغير يقعد ورا، المفروض ما يكونش هنا. الأفعى كانت أخطر عن قرب، لكن قال لنفسه مفيش حاجة أخوف منه دلوقتي. هجم عليها. الأفعى اتلخبطت شوية في البداية، لكن كانت بتلعب، راحت عشان تقتل على طول. يوزادو تفاداها وطعن عينها بالرمح. قدر يعمي نص عينها، لكن الأفعى ردت بقوة وضربته. يوزادو سرعان ما شاف نفسه وقرر يستمر يهاجم من الناحية
العمياء. هجم تاني بس الأفعى عضته في إيده. يوزادو زعق من الألم. فجأة عرف إنه اتخدع. الأفعى جذبه للفخ بس ابتسم. اليد اللي عضتها كانت اللي ماسكة سكينه. قاتل الألم وطعنها من جوه فمها. نجحت بس يوزادو بدأ يحس بالضعف. اتسمم. الأفعى مش بس ضخمة وسريعة، كمان سامة، بس عنده ميزة، يقدر يشفي نفسه. السم اللي في المية قبل كده خلى يتعلم يشفي من جوه. استخدم نفس الطريقة دلوقتي عشان يشيل السم. جهز نفسه للضربة النهائية، بس ديل الأفعى ضربه وما قدرش يتفاداها. قبل ما الضربة تضربه الدب الصغير وقف واداله دفعة مثالية. يوزادو قفز من فوقه ووقع على الأفعى، زعق فيها واداس بكل قوته ودخل الرمح في راسها بعمق. الدب الصغير ثبت الأفعى معاه ونجحوا يهزموها. فعلا كسبوا، نفسهم تقيل. يوزادو بص للوحش الميت بدهشة. الدب الصغير كمان باين عليه فخور. يوزادو عايز يشفي صاحبه الجديد، بس كل المان عنده متركزة على الشفاء من السم، مش قادر يتحرك. وفجأة حاجة مرعبة بتحصل. الأفعى اتحركت، مش ميتة. قلب يوزادو وقع. هو خلاص تعب وما قدرش حتى يحرك إصبع. الدب حاول يحميه بس قال له يجري، مش هيعيش الجولة التانية. الأفعى قربت، حياته فكر فيها بسرعة. قال اللوم على روز وقال بصوت عالي كل ده غلطتك يا وحش عنيف. وفجأة ظهرت روز من السماء، نزلت زي النيزك وداست الأفعى. أهانت الوحش وقالت له إنه غبي وضعيف وما قدرش يخلص المهمة. يوزادو مصدوم، سألها إزاي عرفت إنه في خطر. روز قالت له إن الأرنب اسمه كيويرو وكان حيوانها الأليف، بعتها تراقبه. فمفاجأة كيويرو كان متظاهر بالألم وبيمثل البراءة، لكنه كان بيلعب عليه طول الوقت. روز ابتسمت وقالت له ساذج. هي كانت قريبة طول الوقت ومخططتش تتدخل إلا لو الأمور خرجت عن السيطرة. ما كانتش متوقعه إن الأفعى تظهر. المخلوق مش مجرد وحش غابة، كان سلاح من جيش لورد الشياطين. أثناء الغزو الأخير سيجلاس حاول يقتله وفشل. هي ما كانتش متخيلة إنه هيكون قوي لدرجة إنه يقتل الدب الكبير. ده اللي صدمها أكتر. روز كانت عايز يوزادو مبتدئ خالص يواجه الحاجة دي. هو قال لها مجنونة. روز قالت بهدوء ما كانتش متوقعة إنه هيكسب. ده كله علشان تدفعه تواجه حاجة أقوى منه بكتير. فضولها خلاها تكمل وتشوف هيفعل إيه. يوزادو انفجر وقال تقريبا كنت هموت. الدب الصغير وراه بيزقر وكأنه متفق معاه. يوزادو فكر في الدب الصغير لوحده، طمنه وقال له كله هيبقى كويس. روز كانت بتتفرج بهدوء وقالت له صح، يوزادو شبهها جدا. بعدين بصت للدب وقالت له هتيجي معانا؟ هتحمل الأحمق اللي مش قادر يموت صح؟ يوزادو سأل لو الدب موافق، بس شكل الدب ناضج وهادئ جاهز يمشي. روز حملتهم بكل سهولة ورجعوا. يوزادو فكر في رعبها الحقيقي. روز قالت له انها سمعت اللي قاله عن كونها وحش عنيف. هو اتجمد. بعدين ابتسمت وقالت له مش هتنوم الليلة. في القاعدة روز قالت له الحقيقة المذهلة، هو نجح في الاختبار بتاعها. هو مذهول. سألها يعني ايه؟ قالت له دلوقتي مؤهل يقف جنبها في ساحة المعركة. يوزادو مش عارف يقول ايه، لسه ما تقنش اساسيات الشفاء. بس روز قالت له مش مهم، عنده قوة يتحمل الألم، جسم كويس، والأهم عقلية صحيحة. الاتنين التانيين في فريق الإنقاذ ما وصلوش للمستوى ده. قالت له افتخر بنفسه، استحق ده. يوزادو سألها عن معنى ممكن ننجو. روز كشفت له ان جيش الشياطين هيغزو قريب في مكان تاني في أراضي الشياطين. لورد الشياطين بيجهز الحرب. سأل عن تحديث لغزو مملكة لينجر. إيميلا القائد الثالث قالت له قواتها جاهزة للمسير، هيمشوا قريب. في نفس الوقت روز قالت ليوزادو انه هيكون معاه في الخطوط الأمامية، مهمته تعالج الجرحى كجزء من الطليعة. في طرف تاني في أرض الشياطين لورد الشياطين كلف إيلا بالهجوم. مملكة لينجر فتهمها قبل كده والمرة دي هيخلصوها. إيلا انسحبت، بس قبل ما تمشي اتريق عليها شيطان تاني اسمه هيروك، باحث مختل. سخر منها لأنها متوترة. ميالر زعل واضح متضايق. هيرولوك قال انه خلص أحدث سلاح عنده، وحش سام ضخم وفكيه قاتلين اسمه نموذج الشيطان 72 بالجنك. إيميل بيشرح ان آخر حاجة عملها اختفت بعد ما تعرضت لإصابة من البطل المعروف باسم سيجاس، لكن الحاجة الجديدة أقوى بكتير. إيميل متفائل لأنها المرة دي مش بس محاربين اللي هيقابلهم، في ناس تانيين في ساحة المعركة أخطر بكتير. مش جايين عشان يقتلوا، جايين عشان ينقذوا. الشياطين بيسموهم خاطفين، اللي بياخدوا المصابين قبل ما العدو يلاحظ، بينقذوا الأرواح ويقللوا الخسائر. القائد بتاعهم مسعف مقاتل بيجري في ساحة المعركة وبيعالج الناس وسط القتال، اسمها روز. إيميلا بتشد اسنانها من الغضب. هي بتكره روز بشدة ووعد انها هتدمرها، بس المرة دي مش بتقدر تحاربها بشكل مباشر. هي بقت قائدة، فبدل كده هتبعت حد تاني، شخصية قوية، الساحر الخالد للظلام، الفارس الأسود. في قاعدة الإنقاذ يوزادو أخيرا بيستمتع
استمتع بحاجة ما حسش بيها من زمان، سرير حقيقي. استرخى شوية، بعدين جاب شوية فواكه عشان يديها للدب الصغير اللي معاه، بس الدب الصغير اللي اتسمى بلورين دلوقتي خطف التفاحة من ايده على طول. ولما شاف كاكيرو الأرنب الظريف اللي خدعه قبل كده التصرف البريء، حاول يوزادو يقاوم ويوقف نفسه من الانجذاب لسحره الظريف تاني، لكن في الآخر استسلم واداله شوية فواكه كمان. في اللحظة دي روز دخلت، شكلها مستمتعة بشكل مفاجئ. سمعت ان يوزادو سمى الدب بلورين، مزيج من اللون الأزرق لفارو ورين من جريزلي. روز ما خبيتش انها شايفة الاسم سخيف، لكن يوزادو فخور بيه على أي حال. الأمور اتلخبطت لما بلورين عض ايده بالغلط وهو بياكل. روز قالت ليوزادو انها بلغت المملكة عن الدب، وهم وافقوا انه يقدر يحتفظ بيه، بس وضحت ان بلورين لازم يشتغل ويكون مفيد، مش بس موجود عشان شكله لطيف زي اي حد تاني. بلورين خايف منها، ويوزادو مستغرب هتخليه يعمل ايه الشغل المرعب اللي هتديهوله، واتضح ان الشغل ده هو انه يتشال. بلورين بقى جزء من تدريب يوزادو. روز امرت يوزادو يجري وهو شايل الدب على ظهره كانه بينقذ مصاب. لحسن حظه يوزادو متعود على الجري بالوزن، فطالما ماسك مناه صح مش صعب قوي، لكن روز طلبت منه يجري اسرع في ساحه معركه حقيقيه. قالت مش هتقدر تمشي ببطء، المصابين مش هيدوموا. فجاه تونج وعضلات تيم الانقاذ ظهروا من العدم. روز قالت لهم سرا يحاكيوا كمين في ساحه المعركه. بداوا يطاردوا يوزادو وحذروا انه باقي الفريق مستني ومختفي عشان يفاجئوه. بعد ساعه يوزادو بيتفادى قنابل ميه نتنه من واحد منهم، وبيحاول ما يتضربش من التاني. بعد 3 ساعات بيقفز فوق الاقفال. بعد 4 ساعات بيتفادى كاكيرو بعنايه عشان ما يدوسش على الارنب. في الاخر بدا يحس بحاجه غريبه، جسمه وقع. روز ظهرت جنبه وشرحت له انه وصل لحدود التحمل الذهني في ساحه المعركه. التعب مش بس جسدي، الخوف والضغط وعدم الصبر بيصرفوا طاقتك اسرع من اي حاجه تانية. لو عايز يتحسن لازم يدرب عقله كمان. روز شفت عليه بعلاج السحر بتاعها، بعدين قالت له يقضي باقي اليوم وهو بيجري في مدينه القلعه والدب لسه على ظهره. يوزادو مصدوم لكنه قطع. وهو بيجري في المدينه الناس بتبص بس مش بخوف. يوزادو متوقعهم يهلعوا لما يشوفوا وحش على ظهره، لكن فضلوا هاديين. بلورين وداه عند بائع فواكه، لقوا فاكهه خضراء اسمها بوفل، لكن يوزادو اكتشف انه ما عندوش فلوس. التاجر شرح له ان محدش خايف منه لانه شايف الزي اللي لابسه، هو مع فريق الانقاذ. كل الناس في المدينه شافت اعضاء الفريق المرعبين قبل كده فاعتادوا عليهم. فجاه فهم انه ده حاجه مفيده، لو الوحوش دول مش بيخوفوا الناس مفيش حاجه هتخوف. البائع عطاهم الفاكهه مجانا وهم راجعين. بلورين باكل يد يوزادو تاني. قريبه منهم بنت اسمها اماكو بتبص ليوزادو باهتمام. حاجه في الدب الازرق بالزي خطفت نظرها. يوزادو راح يشوف اصحابه، مش واخد باله حد بيحاول يجذبه. في الاخر سمع الصوت ولف وشاف راجل اسمه اورجا. طلع واحد من مسعفي فريق الانقاذ. اتفاجئ انه يوزادو جاي للعيش مع الابطال. يوزادو ضحك وقال انه اتدرب لدرجه انه ناسي اصله كان طالب ثانوي عادي. اورجا متاثر ان يوزادو صمت كل المده دي، وقال تدريب روز كان صعب جدا عليه وعلى اخته. هي كمان مسعفه واصغر منه ب5 سنين، وبيديروا عياده صغيره في المدينه. مش محاربين اماميين بس جزء من فريق الانقاذ ويردوا على روز وقت الحاجه. اورجا شرح انه واقع قبل كده لانه وحش في شفاء نفسه، رغم انه ممتاز في شفاء الاخرين. يوزادو تساءل الحرب هتبقى ازاي ليهم. اورجا شرح ان المحاربين زي كازوكي وسيجلس بيروحوا للواجهه، الناس زي تونج والباقيين بياخدوا المصابين للمكان الامن اللي بيسموه الخلف. هناك اورجا واخته بيعالجوا الجرحى. لما يوزادو قال ان روز عايزته في الطليعه، اورجا اتصدم. ده اخطر مكان، الخط الامامي اللي الناس بتموت فيه بسرعه. يوزادو اعترف انه قلق، فكر في سوزون وكازوكي وازاي هيحس بالعجز لو حصل لهم حاجه وما قدرش ينقذهم. عاده الناس لازم يستنوا يموتوا لو وقعوا في القتال، لكن فريق الانقاذ موجود يغير ده. شغلهم صعب وخطير، لكن اورجا قال روز عمرها ما تبعت حد الا لو واثقه فيه تماما. قبل ما يمشي اورجا قال ليوزادو ما يكرهش روز، ممكن تبان قاسيه ومرعبه بس هي مش شاطره في التعامل مع الناس. يوزادو فجاه وقال عمره ما كرهها رغم كل المشاكل، عارف انها بتحاول تخليه اقوى. بعد ما يوزادو مشي اورجا قال لاخته يورو انه قابل حد مثير النهارده، متاكد انها هتحبه لما يقابلوه. في القلعه يوزادو دخل مع بلورين، اتسمح له يعدي من غير مشاكل. روز كلمت الحراس قبل كده عنه، وهو بيعدي ساحه التدريب شاف سوزيم مبسوطه تشوفه تاني بس مستغربه ايه اللي على ظهره. هو حكى لها كل حاجه عن الغابه والمغامره، بس هي مهتمه تلمس الدب اكتر. يوزادو سمح لها بس حذرها انه هيشفيها لو تعضت. سوزون شايفه نفسها بطله بتحب الحيوانات، واثقه ان الحيوانات تحبها. طبيعي هي غلطانه جدا. بلورين صفع ايدها. يوزادو حاول يخفف الوضع وقال لها الدب خجول بس. سوزون جربت تاني، نادت على بلورين بالاسم وعض ايدها. يوزادو ما حاولش يواسيها المره دي، ضحك وقال يمكن روحها فاسده. بعدين بلورين بدا يعض ايد يوزادو كمان، وسوزون ضحكت وقال يمكن روحه هي الفاسده بدلا منه. بعد الموقف المضحك ده يوزادو لاحظ ايد سوزون متشققه ومليانه حروق. هي شرحت انه من التدريب الشديد. هو ذكرها بلطف بتعتني بالجروح وشاف ايديها. سوزون احمرت
وقالت هل جيت كده بس عشان تشوفني؟ يوزادو بسرعة قال جه يشوف أصحابه الاتنين، مش بس هي. مش الرد اللي كانت عايزاه. غيرت الموضوع وقالت إن كازوكي راح بره المملكة يتدرب ويقاتل وحوش حقيقية مع سيجلاس والباقيين. أثناء السفر سيجلاس قال لكازوكي إن لورد الشياطين هيغزو قريب، والمرة دي مش هتكون معركة سهلة، بس قال له وجوده هو وسوزون رفع معنويات الجيش. هم أبطال بعد كل شيء. كازوكي مش واثق تماما، لكن وعد إنه هيعمل أقصى جهده. بعد شوية المجموعة قابلت مجموعة وحوش، والتدريب الحقيقي للمعركة بدأ. لما يرجع كازوكي هتبقى دور سوزون في تجربة المعركة الحقيقية. يوزادو عارف إنها تستمتع، لكنها عايزه كمان يقلق شوية عليه. هو قال لها بيقلق، لكنها قالت له مش مقنع. ضحكوا ويوزادو مشي، مش واخد باله إنه ارتاح حواليها جدا. وهو بيجري رجع فكر في إزاي الكل بيستعد للحرب، عايز يبقى قوي كفاية يحمي الناس اللي بيهمه. في حياته القديمة كان كل اللي بيقدر يعمله يعجب بالآخرين، لكن دلوقتي بدأ يبقى شخص مختلف. بالليل روز راقبت تدريبه وفرحت إنه ماشي كويس، لكن يوزادو قال له لسه طويل الطريق، في جري وتدريب أكتر، لسه ما وصلش. قبل ما تمشي وقفها، ذكرها بالكلام اللي قالته عن جيش لورد الشياطين. مجرد التفكير في الأفعى اللي في الغابة كان بيخليه يرتعش من الخوف. عمره ما كان عايز يحط قدمه في ساحة معركة، بس النهاردة حصل تغيير. حس بحاجة أقوى من الخوف. دلوقتي عارف إنه يقدر يقاتل، بس مش عشان يقتل، عايز ينقذ الناس. ده شغله، ده اللي فريق الإنقاذ موجود عشانه. روز سمعت وابتسمت. ده بالضبط اللي كانت عايزة تسمعه. هو مش هناك عشان يقتل، هو موجود عشان يسحب الناس من حافة الموت، عشان يبعد المصابين عن العدو قبل ما يكون فات الأوان، عشان يتحدى الموت نفسه حتى لو ده هيعرض حياته للخطر. وروز عايزاه يفضل يفكر كده، عشان ده معنى إنه يكون عضو حقيقي في فريق الإنقاذ. والأول مرة يوزادو حس إنه واحد منهم. الصبح التالي روز ظهرت ومعاها رسالة من الملك. جاء الوقت إن يوزادو يتحرك، هيروح مع تدريب سوزون بره أسوار المملكة. يوزادو اتلخبط، ليه لازم يروح معاها؟ كازوكي كان مع سيجلاس، فإيه القصة؟ روز شرحت له إن يوزادو كان مفروض يروح مع كازوكي، بس هو لسه راجع من الغابة، دلوقتي محتاجينه في حالة احتياج مسعف أثناء تدريب سوزون. هي طمنته إن ده مؤقت بس، هيرجع بعد 3 أيام. سوزون فرحانة تشوف يوزادو تاني، لكن أكتر متحمسة تشوف بلورين. هي افترضت إن يوزادو جاب الدب معاهم عشان يساعدهم يبنوا الكيمياء بين الفريق. يوزادو قطع الفكرة دي على طول. بلورين ببساطة مش بيحب حد تاني، فما عندوش اختيار. سوزون بعدين قدمت يوزادو لباقي المجموعة، أروكو الفارس وكورين الساحر. يوزادو عرف أروكو كان مجرد جندي في الخلفية بيحرس بوابة القلعة، دلوقتي بقى جزء من الفريق. قبل ما يمشوا روز ذكرتهم بحاجة مهمة. سحر يوزادو في الشفاء قوي، بس مش كل حاجة. يقدر يشفي الإصابات ويعالج السم، بس مش يقدر يرجع حد من الموت. سوزو فهمت كويس. روز واثقة إنهم هيمشوا كويس. سوزون اتدربت تحت سيجلاس ويوزادو، هي مش قالت له حاجة، هو ما توقعش إنها هتقول حاجة. وهما ماشيين سوزون ذكرت إن كازوكي كان منهار تماما بعد تدريبه، لكنه قال إنه كان يستحق. قاتل وحوش كتير في مكان بره الغابة اللي يوزادو اتدرب فيها، ودلوقتي دورهم يروحوا هناك كمان. يوزادو فكر إذا بلورين مفتقد الغابة، بس دلوقتي الدب نايم. سوزون حاولت تتسلل وتحضن الدب، لكن يوزادو منعها. هي ضايقة عليه إنه حماية زيادة، وبتسخر إذا كان بيتحول لرجل ضد النساء. بلورين صحي في الآخر وهو لسه مش صاحي كويس. سوزون بحماس سألت إذا تقدر تحمله على ظهرها. يوزادو قال فكرة وحشة جدا، بس هي تجاهلت وقالت إنها مستمتعة بنعومة بلورين لحد ما وقعت على طول من الوزن. يوزادو بسرعة شفاها. كورين فجأة حس بحاجة في أكتر من وجود قدامهم. أروكو قال للجميع يبقوا بعيد. مجموعة قطاع طرق خرجوا من الاختباء متضايقين إن اكتشفوهم بدري، كانوا مخططين لكمين، دلوقتي هيسرقوهم بطريقة قديمة. أروكو رفض يسلم أي حاجة. قطاع الطرق أكتر منهم عدد، بس يوزادو مش خايف منهم خالص. قال لسوزون إنهم ضعاف ومش يستاهلوا توتر، بس هي متأثرة، دي أول مرة تشوف قطاع طرق حقيقي. قطاع الطرق شافوا بلورين وافتكروا إنه مجرد دب نادر، قرروا يمسكوه ويجردوا من فروه. سوزون هجمت فورا تدافع عنه، أطلقت تعويذة برق قوية رجعت واحد منهم لورا. يوزادو انبهر، عملت حركة قوية من غير ما تأذي حد بجد. قطاع الطرق غيروا خطتهم وحاولوا يقربوا عشان يتجنبوا سحرها. يوزادو بدأ ينادي هجمات كأنها بوكيمون. سندر بولت سوزون صعقت قطاع الطرق تاني، بس قالت له ما تعاملنيش كبيكاتشو. أروكو انضم للقتال، بس قبل ما يخلصوا الشجار تدافع مفاجئ لوحوش. بوريس دخل. المخلوقات دي عادة عايشة أعمق في الغابة، فوجودهم هنا غير متوقع. بدورين جري يساعد يصدهم. يوزادو رمى نفسه قدام سوزون عشان يحميها، واستخدم سحره عشان يخفف وقعهم وهم بيقعوا بين الشجر وفي النهر. سوزون قامت وشافت يوزادو فاقد الوعي. هي زعرت ووعدت تحمله لمكان آمن، لكنه فجأة صحي تماما. اتضح انه كان محتاج بس استراحة قصيرة بعد ما طلعه من المية. هو محرج اكتر من مصاب. هي اعتذرت، لكن يوزادو قال مش كان نفسه يكون مع حد تاني، عيشوا اصعب مع بعض قبل كده، ووضح لها ان ده نفس النهر اللي وقع فيه اثناء تدريبه في الغابة. اتأكدوا من مؤنهم ولو ان ما عندهمش اكل كفاية لليل.
سوزون عايزة تركز على الخروج من الغابة، لكن يوزادو حذرها إنها هيتظلم قريب وممكن تمطر. اقترح يناموا في شجرة زي ما عمل قبل كده، بس سوزون اعترفت بخجل إنها عمرها ما طلعت على شجرة، كانت نفسها طول الوقت، بس أهلها الصارمين عمرهم ما سمحوا. يوزادو قرر على خيار آمن، مغارة، ونصحها تغير هدومها المبلولة. هي خلت له وعد ما يبصش الأول. بعد ما نشفت، سوزون استخدمت سحر البرك بتاعها تصطاد سمك وتولع نار. يوزادو انبهر، هي مسهلة الحياة في البقاء. جلست على مسافة منه شوية محرجة وركزت تاني على جسمه الممشوق. فجأة قردة السم ظهرت. يوزادو عمره ما شاف واحد قبل كده. سوزون لقت واحد من البيبيهات لطيف ومدعبته رغم تحذيره انها سامة. طبعا البيبي عضها. سوزون مبتسمة اصرت انها كويسة. بعدين وجعت. في القلعة خبير كورين بلغ الملك. سوزون ويوزادو اختفوا. الملك ما كانش عايز يقول لكازوكي، لكن سيليا اقنعته. هيخططوا يبعتوا فريق بحث الصبح. كازوكي مش راضي وحاول يمشي فورا، بس روز وقفته. قالت له ما يقلقش، لو سوزون ويوزادو مع بعض هيبقوا بخير. يوزادو تابعها وهي عارفة انه مش سهل يتقتل في الغابة. يوزادو فعليا ماشي كويس، اغلب الفضل لسوزون. هي بقت مساعدة كبيرة رغم انها مش بتحب تتعامل كأداة للبقاء. لسه يوزادو اعترف انها كانت رائعة، قال لها ترتاح شوية، لكنها اصرت هو اللي يرتاح الاول، هو اللي بيعالج بعد كل حاجة. مع اول مطر سوزون اتأكدت اذا يوزادو نايم لسه صاحي. سألت اذا نفسه يرجع البيت. اعترف انه نفسه، لكن عنده اسباب تخليه يفضل. بدون تردد هي قالت انها مش عايزة ترجع. يوزادو اتفاجئ، مش سأل ليه، لكنه عرف. خمن لانها حاسة بحرية اكتر في العالم ده، وهو صح. سوزون فتحت قلبها. في العالم القديم حست انها ما عندهاش حاجة، عيلة، صحاب، ماضيها كله. كانت هتتنازل عن كل ده بس عشان تفضل هنا وتعيش لنفسها اخيرا. يوزادو فهم، هو حس بنفس الشيء. كان زهقان من حياته المملة، زهقان من كونه سلبي في البداية، بس كان مش عايز يكون عبء على سوزون وكازوكي. دلوقتي عايز يحميهم والمملكة كعضو حقيقي في فريق الانقاذ. سوزون ابتسمت، هي عايزة تحمي العالم ده كمان كبطلة. عملوا وعد ينسوا عالمهم القديم ويحموا اللي عندهم هنا مع بعض. سوزون منبهرة قد ايه يوزادو اتطور، ويوزادو اعترف انها دلوقتي اكتر قابلية للفهم. كان زمان شايفها بنت مثالية صعبة الوصول، دلوقتي بيعملها كأنت، وهي بتحب ده اكتر. الامور بقت محرجة شوية. يوزادو قرر ينام. سوزون بتسخر منه انه اتخنق وتتمنى له ليلة سعيدة. الصبح التالي الاتنين بيدوروا على مخرج من الغابة. فجأة حاجة كبيرة جريت ناحيتهم. ده بلورين اللي فورا ضم يوزادو بحضن دب. اروكو معاهم لكنه تعبان تماما. بعد ما خد نفسه، اروكو شرح انهم كانوا بيستكشفوا حافة الغابة لما بلورين فجأة جرى. اتضح ان الدب شم ريحة يوزادو وجريله. بلورين شم الهوا وابتدى يتحرك تاني. يوزادو قال للجميع ده كان بيت بلورين قبل كده. شارك القصة الحزينة عن موت اهله على يد الافعى المرعبة. الكل سكت حاسين بالدب الصغير، لكن بلورين مشي بفخر. سوزون ابتسمت وقالت انه اخد قراره. بلورين عارف مكانه دلوقتي جنب يوزادو. جه الوقت يرجعوا البيت. بعد ما رجعوا اخيرا للقلعة، يوزادو وسوزون استقبلهم الملك. شكله واضح انه ارتاح لما شافهم بامان. سوزون اعتذرت بادب انها سببت قلق، لكن الملك هز راسه، قال هو المفروض يعتذر. حاسس بالذنب انه جر يوزادو الكل ده من الاول، لكن يوزادو اكتفى بهز كتفه. هو تعود على الفوضى اللي ممكن تهدده في اي لحظه. دلوقتي بعدين فجاه بيلاحظ ان لو اتصرف وكانه مرتاح جدا في المواقف الخطره، ده ممكن يخلي روز تبان وحشه. فبيغير الموضوع بسرعه وبيقول انه كان بيتكلم عن حاجات من العالم القديم بتاعه. الملك فضولي وبيساله عن تدريبه مع فريق الانقاذ. يوزادو بيكذب تاني وبيقول كل حاجه سهله وما فيهاش مشاكل. وبنظره واحده لروز بيلاحظ حاجه غريبه، هي مبتسمه كانه هو ادى الاجابه اللي كانت عايزاها بالظبط، وده بيخوفه شويه. هل هي كانت بتبرمجه نفسيا طول الوقت ده؟ روز وسيجلاس بيطلب منهم يقعدوا شويه علشان يتكلموا على انفراد، وتعبيراتهم الجديه بتخلي يوزادو متسائل المحادثه دي هتكون عن ايه. بعد شويه كازوكي بيجي فورا وبينادي على يوزادو لانه مرتاح زياده عن اللزوم. كان قلقان جدا عليهم وهما في الخارج. سيليا بتدخل وبتكشف ان كازوكي كان هيروح فورا من القلعه علشان يدور عليهم. سوزون بتضحك عليه عشان متهور، لكن يوزادو بيرد وبيذكرها انها هي اللي اتعضت من قرد سام. ولما بيحاول يحكي القصه سوزون بتقاطع خجلا. كازوكي بيقول روز طمنته ان يوزادو هيتصرف كويس، وده بيبهره. عمره ما توقع انها يكون عندها كل الثقه في حد. يوزادو بس يعرف الحقيقه، لو هي قالت ان الغابه امنه غالبا معناها انها اسهل من غرفه تدريبها. يوزادو بيبص لكازوكي في العين وبيقول له ما تتغيرش ابدا. بس هو روز اللي مسموح ليهم يتاثروا بمدى وحشيه العالم ده، وهم ماشيين في سكه مختلفه. سيليا بتعلق على قرب المجموعه من بعض. كازوكي بيفتكر انها تقصد سوزون ويوزادو، لكن بتصححه، هي بتتكلم عن الكل، بقوا متماسكين زي فريق حقيقي. كازوكي بيعترف ان ده بسبب انهم كانوا اصلا اصدقاء في عالمهم القديم، وسيليا عايزه تبقى جزء من العلاقه دي، فبتطلب من كازوكي ما يناديهاش رسمي بعد كده، وبتعتذر لو كانت جريئه زياده. وكازوكي بيوافق وبيناديها سيليا وهو مبتسم. بعدين في القلعه الملك بيجمع معلومات من اللصوص اللي اتقبض عليهم بعد ما هاجموا مجموعه يوزادو. الوزير سيرجيو بيكشف ان اللصوص لاحظوا حاجه غريبه، كان في وحوش اقل بكتير من الطبيعي، وبعد شويه اتهاجموا من قطيع وحوش بيهرب من السهول، وده معناه
حاجة واحدة: الوحوش بتهرب من حاجة مرعبة. سيجلاس بيتكلم ومقتنع إن ده علامة على إن جيش سيد الشياطين اتحرك. المرة دي مش هيوقفوا، هيرموا كل اللي عندهم في الهجوم. الملك بيأمر الجيش بالاستعداد، وبعدين بيطلب طلب صعب من روز، حاجة مش معتاد يطلبها من قائد فريق الإنقاذ. لكن روز سبقته وعارفة هو عايز إيه. عايزها تكشف عن جيش سيد الشياطين وتعرف مدى تقدمه، وهي بتوافق على طول رغم الخطر. لكن الملك ليها طلب تاني، عايزها ترجع لرتبتها القديمة كقائدة كتيبة. هي بترفض مباشرة، بتقول إنه عندها ذنب أكبر من اللي الملك ممكن يتخيله. كانت أول معالجة اتعينت كقائدة كتيبة، وكل فرقتها ماتوا تحت قيادتها. وبتلمس عينها المليانة ندوب وبتشرح إنها قبلت موتهم من زمان، لكن العلامة دي دايما تذكرها بحاجة: مفيش سحر شفاء يقدر يمحيها، ده عقابها، حاجة مش هتنساها. الملك بيحاول يقول لها إنها مش غلطتها، لكن روز بتقاطع: غرورها اللي قتلهم، وهي شايلة العار ده من ساعتها. عشان كده شكلت فريق الإنقاذ، مش عشان تقاتل لكن عشان تنقذ أكبر عدد ممكن. الملك بيفكرها على عدد الأرواح اللي أنقذوها هي وفريقها في الحرب من سنتين، لكن روز شايفة ده مش كفاية، عايزة أكتر من مجرد نصر، عايزة تربي حد ما يتمش. الملك بيقول ده مش واقعي، محدش يقدر يعيش كل حاجة. روز بتختلف، ده السبب في كل التدريب القاسي: سحر الشفاء، القوة البدنية، والإرادة اللي ما تتكسرش. كانت بتدور على حد عنده التلاتة دول، ودلوقتي لقيتها: سريع في التكيف، صعب يوكع، دايما يلاقي طريقة يعيش، عنيد، ذكي، وغريزة قوية للبقاء. كمان بيقف قدامها بيفكرها بالجنود اللي ماتوا وهي مكانهم، وهي مصممة تخليه أفضل معالج. روز بتخلص كلامها العاطفي، بتعتذر لو اتطورت زيادة، وتخرج على طول للحدود. في نفس الليلة يوزادو يلاقي جواب منها بيقول مفيش تدريب بكرة، عايزاها يوصل جواب تاني. هي قالت للناس إنها مش هتتغدى معاهم، ويوزادو يبدأ يتساءل راحت فين. وفي نفس الوقت عند الشياطين، أميلا بتشرف على بناء جسر ضخم، وبتؤمر جنودها يبذلوا أقصى جهدهم لسيد الشياطين. والفارس الأسود بيتفرج، واضح عليه منزعج من حماسها، بيقول إنها جامدة زيادة. لكن ميلر يفتكروا إنها أكبر منه دلوقتي، رغم إنهم كانوا متساويين قبل كده في الجيش التاني. هو بيتمرد لكنه بيطيع. هريوك العالم الشيطاني المريب بيقول له الجسر هيخلص في كام ساعة. البنت دي ظهرت لأول مرة من سنتين، هي بس عندها 12 سنة، بس بطريقة ما قدرت توصل للعاصمة وتتجنب اللصوص والخاطفين طول الطريق. ده لوحده بيخليها غريبة. الديمي هيومن زيها وحوش على شكل بشر غالبا بيتعرضوا لهجمات من اللصوص، سواء بسبب شكلهم أو بسبب قدرتهم على استخدام سحر نادر. يوزادو بيسأل بصوت عالي لو السحر النادر ده ممكن يشمل رؤى للمستقبل زي اللي شافه. روز بتهز راسها ببطء. في شائعات عن وحوش البشر عندهم قدرة اسمها البريكوجنيشن، القدرة على رؤية المستقبل المحتمل. لو ده حقيقي هيكونوا نادرين جدا ومحميين كويس في بلدهم. هي تضغط عليه شوية: ليه هو مهتم بالموضوع ده كده؟ يوزادو بيلعبها هادي وبيقول انه بس قرأ عن وحوش البشر في كتاب ولقى الموضوع ممتع. في نفس الليلة الملك بيشكر روز على تأخير جيش الشياطين عن طريق تدمير الجسر، بس هي بتحذره ان جسر تاني ممكن يخلص خلال ايام. الملك يقرر ان الوقت جه لتحضير الناس. هو ناوي يعمل اعلان كامل بكرة، بس الاول عايز يتكلم مع سوزون وكازوكي لوحدهم. لما سوزون وكازوكي رايحين الاجتماع بيقابلوا سيليا. لقاء كازوكي معاها كان قصير ومحرج، بعد ما قال شوية كلمات مهذبة انفصلوا. سوزون فضولية وتسأل كازوكي حصل ايه، بس هو بيتجاهل. في نفس الوقت يوزادو مش قادر ينام، عقله بيكرر الرؤية المخيفة: أصدقائه بيقضوا حياتهم، الفارس المظلم واقف فوقهم، لو ده المستقبل هو ممكن يعمل ايه؟ بعدين بيتذكر اللي البنت الثعلبة قالته له، هو الوحيد اللي يقدر يغير المستقبل ده. وهو بيبص من الشباك يوزادو بيشوف كازوكي بيتسلل حوالين المكان، بيطلع يتأكد منه، والاتنين بيتكلموا عن كل اللي عايشينه. كازوكي بيعترف بحاجة عمره ما قالها لحد: هو خايف، مش بس دلوقتي، حتى لما أول مرة حارب وحوش رجليه اتجمدوا. بالكاد قدر يقاوم، ودلوقتي الحرب الحقيقية جاية، هو حاسس بنفس الخوف. بيقول الكل بيؤمن بيه، شايفينه بطل، والضغط ده بيقتله من جوه. يوزادو بيسمع بصمة وبعدين بيكلم، بيقول لكازوكي انه دايما فاكره خالي من الخوف، بس دلوقتي شايف قد ايه الوزن اللي شايله، مش لازم تحقق توقعات الكل. يوزادو بيقول احيانا عادي تحط نفسك الاول. وبعدين يوزادو بيبص له في العيون ويقول حاجة بسيطة لكن قوية: انا هروح المعركة، عايز اساعد وانقذ الناس اللي بيخاطروا بحياتهم. انا خايف برضه، بس انا اتخذت قراري. كازوكي بيذكره انه ما كانش المفروض يكون هناك، اتجر عليه بالصدفة. يوزادو بيهز راسه: يمكن، بس من ساعتها قابلت ناس كتير، ناس ساعدتني الاقي مكاني، انت واحد منهم. بيقول له حتى لو قرر ما يقاتلش هنفضل اصدقاء مهما حصل. الكلام ده بيأثر فيه جامد. كازوكي بيوقف مستقيم وبيقول انه هيقاتل، مش عشان لقب بطولي، بس عشان يوزادو وسوزي. يمكن مش متأكد من انه بطل، بس عارف انه عايز يحمي اصحابه. اتفقوا يوقفوا مع بعض ويحموا كل اللي يقدروا عليه. يوزادو بيتأفف شوية من الكلام العاطفي اللي قاله، بس كازوكي بيأكده انه بالظبط اللي كان محتاج يسمعه. في اللحظة دي سوزون بتظهر وبتهزر معاهم عن الرومانسية الجميلة دي. يوزادو بيتأفف انه تعب ومش عايز يسمعها، بس هي مستمرة. بتقول له عرفتها ان في حاجة غلط مع كازوكي، عشان كده
تبعته بس مبسوطة إنه ساعده. يوزادو بيعترف إن جزء منه مش عايز يقاتل. سوزون بتسأل لو هو مش عايزها هي تقاتل. هو بيتردد وبعدين بيقول يفضل لو ما قتلتش، بس عارف إنها أخدت قرار، هي اختارت العالم ده. هي بتهز راسها وتمشي بهدوء، بكرة هيكون يوم كبير. في اليوم اللي بعده الملك واقف قدام الناس في المملكة وبيعلن الحقيقة. جيش الشياطين جاي. هم ناويين يقابلوا الهجوم في السهول المفتوحة. من سنتين دفعوا الجيش للوراء، بس المرة دي العدو هيكون أقوى. برضه الملك مؤمن بقوتهم. دلوقتي عندهم بطلين، كازوكي وسوزون، ومعاهم فرقة الإنقاذ اللي هتكون حاسمة في المعركة. بيخلص كلامه بالإعلان إنهم هينتصروا. الجمهور بيهتف. في نفس اليوم كازوكي بيزور سيليا فجأة. بيعتذر إنه جه من غير ميعاد، بس هي مبسوطة تشوفه. بيقول لها إنه هيمشي المعركة ويطلب منها تدعي له. هي بتهز راسها بهدوء وبتقول إنها بتمنى يرجع بأمان. هو يوعدها إنه هيحمي البلد وهيجي لها بعدين. سيليا مذهولة بس مبسوطة وبيقولوا وداع. في مكان تاني يورو بتحاول تداعب بلورن، بس يزاتو بيحذرها. بلورن مش واثق في الغرباء، وبالفعل بيدفع ايدها بعيد. نورو مستمرة وبتتحرك وبتتعرض للضرب. أرنب صغير بيقف جنبها يواسيها، لكن كوكيرو الأرنب بتاع روز بيتعاون مع بلورن ويدفعها بعيد تاني. المسكينة يورو مش قادرة تمسك أي حاجة. أورجا بيشوف كل ده وبيقول لذاته إن يورو بس عصبية، ده أول مرة تدخل معركة. كل الفوضى دي طريقة تخفي خوفها. بعدين يوزادو بيتنادى عليه يروح أوضة روز. بيكتشف إنه عمره ما دخلها قبل كده. بيبدأ يزعر، خايف يكون حط له وسيلة تعذيب جديدة، بس لما يوصل هي هادية بس عايزة تتكلم. بتطلب منه يشرح رأيه في شغله في المعركة. يوزادو بيجاوب إنه هيتعالج المصابين قريب من خط المواجهة جنبك. روز بتقول ده جزء من الموضوع، بس بداية المعركة هتكون مختلفة. معظم المصابين هيتاخدوا للوراء للعلاج. يوزادو هيشتغل مع أورجا ويورو في المرحلة دي، وبعدها بس هيتطلب أقرب للخط الأمامي. بس هي بتحذره ما تعالجش الناس الغلط. يوزادو فاكر إنها تقصد ما يساعدش العدو، بس هي بتقول له غبي. تقصد ما تحاولش تعالج الناس اللي لسه بيحاربوا. بعض المقاتلين مجروحين لكن لسه بيكملوا. لو يوزادو تدخل بدري ممكن يخرب كل حاجة أو يوقع نفسه في الخطر. ده شغله، يقرر في جزء من الثانية مين فعلا محتاج مساعدة. يوزادو بيهز رأسه فاهم. بعدين روز بتديه حاجة مهمة زي بذاته الرسمي. الزي الرسمي لفرقة الإنقاذ، لامع وواضح، مصمم عشان يبان في المعركة والناس تلاقيه. يوزادو مبسوط جدا. روز بتبتسم وتقول إنه مناسب جدا دلوقتي. هو اتبنى عضلات كفاية تلبسه صح، تمسك فيه تاني وتفكره بجدية. المعالجين مش أقوياء، لما يموتوا خلاص. الحاجة الوحيدة اللي لازم ما يعملهاش إنه يهدى لحياته. يوزادو بيقول طبعا مش عايز أموت، بس روز مش مقتنعة. بتقول له ناس كتير بيقولوا الكلام ده وبرضه بيموتوا. كونك جزء من فرقة الإنقاذ يعني إنك تنقذ أرواح بما فيها حياتك. بتقول له لو يوم فكرت تضحي بنفسك هي تتأكد شخصيا إنك تموت قبل ما العدو يديك الفرصة. يوزادو فهم الرسالة كويس. بيقف مظبوط ويقول هأنقذ كل الناس بما فيها نفسي. روز بتبص له في العيون وتسأله فاكر إنك تقدر تعمل كده؟ يوزادو بدون تردد انت اللي قلت لي اتكلم عن نبدي. يوزادو فضل يفكر في الرؤية اللي البنت الثعلبة ورتها له. سواء كانت المستقبل فعلا او لا مش مهم. حاجة واحدة متأكد منها، مش هيسيب كازوكي او سوزيان يموتوا مهما حصل. بعد شوية المجموعة سابت للمعسكر المؤقت عشان يستعدوا للمعركة. الرحلة حست طويلة جدا ليورو اللي مستمرة تشتكي، بس محتاجين نبتعد عن العاصمة قبل ما نفكر في القتال. وهم مسافرين يوزادو بيسأل روز عن الشياطين شكلهم عامل ازاي. روز شرحت له ان معظمهم شبه البشر، بس ما تخليش ده يخدعك، اقوى ومانة اكتر من الناس العادية. وده مش بس صحيح للضباط، حتى الجنود العاديين كانوا صعبين. روز بتضحك وبتسأله خايف؟ يوزادو بيهز رأسه. قابلت شخص اخوف من الشياطين. بيضحك. روز مستغربة، فعلا فاكر ان واحد عادي تجمده التلج ممكن يبقى قوي كده؟ يوزادو بيرد انت اللي ضرتيني بجنون. بصراحة في الاول كنت عايز اتفوق عليكي، بس هو بيستعد لتفاعل قاسي من روز المعتاد. بس هي ما ضربتهوش ولا شتمته، بالعكس وشها اتغير وجاد غاصت في التفكير العميق. فاكرة 5 سنين فاتوا روز كانت قائد كتيبة الفرسان النخبة لمملكة لينجر. وصل تقرير ان شياطين ظهرت في السهول حوالين الحدود. الملك اصدر اوامر صارمة لازم يحموا التجار، بس مفيش اتصال مباشر مع الشياطين، خطر جدا. روز وسيجلاس كانوا شاكين ان ده مش مجرد مجموعة استطلاع، ممكن يكون تحضير لغزو كامل. سيجلاس بدأ يحضر رجاله، روز بدأت تحضر كتيبتها وهي مركزة على التخطيط. صوت ناداها واحد من فرسانها، بس روز مشغولة بتعصب وتقول له ما تقطعش الاجتماعات المهمة. كلهم زعلوا شوية، كان ممكن تأذيهم لو ما أخدتش بالها. كلهم سألوها مدى خطورة الشياطين. روز وبختهم مرة وقالت الوضع مش خطير قوي، بس حذرتهم ما يستهينوش بالعدو. بعدين أعلنت إنها هتشرف على تدريبهم تاني. ده مش عاجبهم خالص، وهم رجعوا للمنزل وبدأوا يلوموها. كلهم طلبوا مساعدة بس روز تجاهلتهم، مركزة على تجهيزهم للي جاي. أسبوع عدي، تقارير أكتر وكتير جاية. الشياطين بيهاجموا وحوش في أراضيهم. روز اتبعت للتحقق، جمعت فريقها وشرحت المهمة. غالبا هيواجهوا 10 ل 30 عدو. الكل حاول يشجع الفريق، بس الباقيين لسه زعلانين من التدريب القاسي. روز قالت لهم
كلهم بقوا أقوى بسبب التدريب، بس الكل تمتم أكتر. روز قررت تسيب كوكيرو الأرنب بتاعها. المهمة خطيرة جدا، حتى ليه؟ بس عشان ترفع المعنويات. قالت إنها هتشارك بنفسها، ده غير كل حاجة. كلهم حسوا إنهم لا يقهروا، لو القائدة معاهم يقدروا يعملوا أقصى ما عندهم، ومع روز حواليهم مش هيخافوا يتأذوا، هي تقدر تعالجهم. الكل اتشجع يدي أفضل ما عنده، وأخيرا وافقوا. الصبح التالي الفريق دخل الغابة. في اليوم الأول مفيش حاجة لقوها. روز غيرت الخطة، استكشفوا الغرب رغم إنه أخطر مكان. الفرسان تسألوا لو مش أفضل يبصوا مكان تاني، بس كلهم اتفقوا إحساس روز بيقول حاجة في الغرب. الفرسان وثقوا بحدسها، وافقوا يمشوا مع قرارها. الليلة نصبوا مخيم. روز أخذت أول مراقبة، لكنها حست الكل صاحي. بمزاح قالت ممكن أنامهم عشان يناموا، وبدل كده كلهم سألوها حاجة جدية: ليه خلتني نائب قائد؟ هي مش شايفة نفسها مميزة، هي بس بتعمل مهام. روز ضربت الكل عشان يكونوا أقوياء. ليه هي؟ روز هادية قالت إنهم عمرهم ما غلطوا، دايما بيبذلوا مجهود، عشان كده روز مؤمنة إنه يوم ما يقدر يبقى قائد. الكل اتفاجئ. هي فكرت في نفسها زمان عنيدة متمردة، دايما عصت الأوامر. لما حد حاول يسيطر عليها كانت تستخدم قوتها. سمعة قوية لكن غير قابلة للسيطرة. بعدين قابلت روز. في الأول مفيش تغيير، بقت عنيدة، انتهى. بس روز ما كانتش زي الباقيين، ما كانتش بتتراجع. كانت بتضرب قلة على راسها لما تعصت، وبتجري وراها لما تحاول تهرب، وتغمى عليها لما تحاول تضربها. قال نسيت أغلب الضرب الأخير. روز ضربتها جامد قوي. بالنسبة لروز الموضوع ما كانش كبير، بس القل كان معناه كل حاجة. عمرها ما كان عندها حد يدفعها لقدام كده. الباقيين في الآخر استسلموا ليها، بس روز ما عملتش كده، وده اللي غير قل كلها. هي عايزة تبقى أقوى، مش من كبرياء، لكن لأنها مش عايزة تخسر قدام روز، وبسبب إن حد أخيرا صدق فيها. روز بطريقتها الصريحة المعتادة قالت لقل إنها بس مدللة وخايفة تسيب العش. قل اتصدمت. ده اللي أخدته بعد ما فتحت قلبها. روز ابتسمت وقالت لها إنها جدية. ما اختارتش قل بالصدفة، اختارتها لأنها عمرها ما استسلمت، وكانت دايما بتكمل لقدام. الطريقة دي هتمسك الفريق كله مع بعض يوما ما. قل بدأت تفهم شوية شوية، بس روز سخرت منها عشان مبتسمة كأنها غبية، وحذرتها ما تلينش قوي، الدنيا تتغير. روز قالت هتضطري تتغيري معاها، بس خلي بالك، مرة قائد دايما قائد. في اللحظة دي الباقيين من الفرسان كشفوا انهم كانوا سامعين كل حاجة طول الوقت. كلهم هتفوا لقل وقالوا دايما، وثقوا فيها واتبعوا قيادتها. قل محمرة ومرتبكة زعقت فيهم يسكتوا قبل ما تضربهم، قبل ما الشياطين ييجوا. الصبح اللي بعده اخيرا لقوا علامات الشياطين، وما كانوش بيهاجموا البشر، كانوا بيقتلوا الوحوش. ده ما كانش منطقي. ليه الشياطين تيجي الأراضي لينجر بس عشان تصطاد وحوش؟ قل شكت ان في حاجة اكتر، بس قبل ما يتكلموا صوت عالي حصل قريب. جريوا ولقوا مجموعة شياطين، والشياطين شافوهم كمان. روز أمرت الفرسان يوقفوا، وواجهت قائد الشياطين بنفسها. سألتهم بيعملوا ايه هنا؟ الشيطان هادي ومركز اعترف انه مش عايز المهمة دي برضه، بس قال انها هتفيدهم في المستقبل. لما روز طلبت إجابة حقيقية رفض يقول اكتر، فادتهم فرصة. لو تمشوا دلوقتي، حذرتهم، هسيبها تعدي. الشيطان ضحك، اعجبته شجاعتها، بس قال ما ينفعش اسيبهم يعيشوا. روز بصت لقل وادتها قيادة الوحدة. ما كانتش تقدر تقود وهي بتحارب قائد الشياطين، والباقيين من الفرسان استعدوا للقتال. قالت لهم حان الوقت يوروا الشياطين قوة تعاونهم. قائد الشياطين بدأ أول هجوم، بس روز اتحركت بسرعة وضربته قبل ما يرد، وكملت هجومها فورا. ما سيبتش ليه ثانية يتنفس. روز كانت عارفة سره، يقدر يتحكم في الرياح لتفادي الهجمات فورا. عارفة كده ثبت اللنود العاديين لفرسانها وركزت عليه. روز رمت جذوع شجر ضخم عليه عشان تثبته، وضلت تضربه هجمة ورا هجمة. الشيطان أخيرا اعترف إنه عمره ما شاف إنسان يتحرك بالسرعة دي. روز ما اهتمتش، مش جاية تتكلم، جاية تضربه. حاول يحيط بيها بشفرات ريح قاتلة، فاكر إنها مجنونة عشان تعدي بينهم، بس بعدين عملت حاجة ما كانش متوقعها. بدأت تشفي نفسها أثناء القتال. فهم هي معالجة، بس مش أي معالجة، واحدة عندها قوة، سرعة، وتجدد مستمر. فهم إنه بيواجه وحش في جسم إنسان. الاتنين قدموا نفسهم. اسمه نيرو. استدعى سلاح قاتل وقال لها بصراحة أنا هقتلك دلوقتي. روز ابتسمت وقالت للأسف أنا هسحقك الأول. بدأت المعركة. روز كانت سريعة وقوية، ضربت نيرو كذا مرة، بس هو مش عدو عادي، سيفه ملعون ويقدر يمنع الشفاء. في نقطة قدر يقطع وش روز، شافت الجرح واتعالجت، بس اتضح إن المعركة مش سهلة. نيرو شرح إنه مش بيستمتع بالمهمة، بس بيتبع الأوامر، وكان شايف روز ووحدتها أكبر تهديد شافه سنين. بينما القتال مستمر، بقية الشياطين ضحوا بنفسهم في المعركة. واحد من فرسان روز مات، بعده آخر. الشياطين قاتلوا من غير ما يهمهم حياتهم، تابعين نيرو. رغم جهودها روز ما قدرتش تنقذ فريقها. حاولت تفضل هادية، بس غضبها كبر. سيف نيرو الملعون ضرب عينها، منعها من الشفاء ورؤيتها ضبابية، والفريق بيسقط واحد واحد. الأمور خرجت عن السيطرة. في النهاية قال ضحت بحياتها
حياتها عشان تحمي روز، وكل الوحدة اتبدلت. روز كانت محطمة، لمت نفسها فاكرة إن غرورها هو السبب في موتهم. لما نيرو اتحرك عشان يخلص القتال قدرت تتوطف هدومه وأطلقت كل قوتها، مدفوعة بالحزن والغضب هزمتها. بنت شيطان صغيرة جرت تحمي نيرو، ولحظة ذكرت روز بقال سابوهم يروحوا. روز زحفت على ال ميتة وحاولت تعالجها بس ما ينفعش، الجرح كان عميق. ال استخدمت آخر لحظاتها تشكر روز وتقول لها ما تغيريش. روز زعجت من الحزن. بعدين روز بلغت الملك عن نشاط الشياطين وطلبت تتشال من منصب قائد الكتيبة. استقالت من فرسانها بسبب الشعور بالذنب. الملك وافق. بعد كده عائلة واحد من الجنود اللي ماتوا جت تشكرها على انها رجعت جثة ابنهم. شرحوا ان ابنهم غير حياته بفضلها. روز رجعت بيتها دلوقتي لوحدها وبكت. شهر مر. سجلو زارها لتطمن عليها. اعترفت انها فكرت تنهي حياتها بس قررت لا. جراحها بدأت تشفى بس خلت الندبة على عينها كعقاب لفشلها. الندبة دي فكرتها كل يوم 8 أضعاف. في النهاية افتكرت كلمات ال الأخيرة. بدل ما تعيش في الحزن قررت تبقى شخص يفتخر فيه رفقائها اللي ماتوا. شالت الضمادات، وقفت ثابتة، وقررت تبني نوع جديد من الفريق. فرقة إنقاذ تنقذ الأرواح في ساحة المعركة. فريقها الجديد يحتاج على الأقل 5 أشخاص، منهم معالجين 2، والأهم محتاجة حد يقدر يقاتل ويشفي في نفس الوقت، قوي سريع وما ينكسرش. الشخص ده كان يوزادو. في الوقت الحالي روز قالت ليه إنها مبسوطة إنها لقته. ذكرته إنه مميز جدا حتى لو مش مدرك. قالت إنه هو وحده وهي اللي يقدروا يتحملوا التدريب ده ويستخدموا السحر الشافي بالشكل ده. يوزادو كان كل اللي محتاجاه في معالج ساحة المعركة. روز أعجب بيها بس رجعت لشخصيتها الخشنة لما ابتسم زيادة. في مكان تاني الشياطين خلصوا الجسر. أمانة عطت فارس الشياطين إذن يطلق العنان لما الحرب تبدأ. الفارس ما خدش العدو على محمل الجد بس كان متحمس للقتال. بعدين جيش لينجر كمل تجهيز المخيم. يوزادو صحى وأدرك إن المعركة قربت. سوزان ورت درعها الجديد، زود سحرها بالكهرباء وما قيدش حركتها. قالت بفخر ليوزادو إنها كمان بتحب الصبار، وده خلاه مستغرب. الجدال بينهم تقطع لما كازوكي أنقذ يوزادو من السخرية. سيجليس بلغ الكل إن جيش الشياطين هيظهر بعد نص ساعة. الخطة كانت يضربوا الأول بموجة سحرية، بعد كده كازوكي وسوزان هيقودوا هجوم لفتح طريق للجنرال العدو وبيهزموه لو ممكن. وهما مستنيين سوزان اعترفت إنها عصبية بس حاسة بالقوة عشان يوزادو قابلها زي ما هي. كازوكي لاحظ التغيير واحترمه. جيش الشياطين ظهر قريبا. جنود لينجر أطلقوا أول هجمات بس الشياطين اختفوا. اتضح إنها مجرد خدعة. الجيش الحقيقي كان جاي من اتجاه تاني. في الخلفية روز أمرت فرقتها بالتحضير. مهمتهم إنهم يسترجعوا المصابين بس يعيشوا بأي تمن. أورجا ويورو هيفضلوا في خيمة العلاج تحت حراسة كوكو. بروس ويوزادو هيدخلوا ساحة المعركة بعدين. لحد دلوقتي شغلهم علاج الجرحى في المعسكر. يوزادو كان قلقان على سوزان وكازوكي بس يورو فكرته إن لو عايز يساعدهم لازم الأول يفضل حي، لأنه قريب أو بعيد هيتواجد هناك هو كمان. يوزادو كان في المخيم لما تونج دخل ماسك أول جندي مصاب. الجروح كانت خطيرة ويوزادو واضح عليه الخوف بس جمع نفسه وبدأ يعالج. الجندي المصاب اتخض وقال إن في أفعى كبيرة رمتها في ساحة المعركة. يوزادو ما قدرش يمنع نفسه من التفكير في الأفعى اللي حاربها في الغابة، لكنه بسرعة طرد الفكرة من دماغه عشان يركز على الشفاء. وفي نفس الوقت الأفعى كانت بتمشي وسط جيش اللينجر بكل سهولة. وفي جزء تاني من ساحة المعركة جندي افتكر إنه قدر يخلص على الفارس الأسود المخيف، لكنه اتضح له العكس بسرعة. الفارس قلب الموازين وطعنه بدل ما هو يخلص عليه. الجندي المرعوب حاول يهرب عشان ينبه الناس التانيين، لكن الفارس ما كانش عايز يلعب خلاص واتجه ينهيه. وفي اللحظة اللي الأمور بقت فيها سوداوية جي ظهر بمياه ريحته مقرفة. مسك الرجل المصاب وطلع بيه بسرعة. الفارس الأسود فهم إن جي من الناس اللي بيجوا ينقذ المصابين. فجأة لقى المعركة أكتر متعة بالنسبة له. ورجعوا المخيم. جي جاب الجندي والجميع هرعوا يساعدوه. روز شافت ده وقررت إنها لازم تروح ساحة المعركة وأدت أوامر لحماية المخيم، وحذرت يوزادو عن عدو قوي لابس درع أسود وبيستعمل سحر غريب. وده فورا فكر يوزادو برؤية الكابوس اللي شافها. اتجمد من الخوف. روز لاحظت وسألت إذا هو مستعد ياخد حياة. يوزادو رد إن شغله ينقذ الناس، لكن روز قالت له إنه ساذج وأدته نصيحة للحالات الخطيرة، النصيحة اللي احنا مش سامعينها. وده اشتغل لأنه دلوقتي كان جاهز ذهنيا. اتقسموا في ساحة المعركة. الأمور كانت فوضى. يوزادو لقى رجل مصاب وأنقذه وهو بيحارب، ونجح يتجنب الهجمات وهو شايل الشخص السلامة. في مكان تاني روز تدخلت وأنقذت جندي تاني. يوزادو قال للراجل اللي شافه إنه يريح شوية ويرجع للمعركة. سوزون كانت بتوري قوتها كمان، بتضرب
الأعداء بسحر كهربائي قوي وبتقول لفريقها ياخدوا المصابين للمخيم. كانت واضحة إنها متضايقة من عدد المصابين، لكنها فضلت قوية عشان كازاكي. لما كازاكي حذرها عن الأفعى الكبيرة في الميدان، هما الاتنين فهموا إنهم هيضطروا يروحوا وراها عشان يوصلوا لقائد العدو. قبل ما يقدروا يتحركوا، الفارس الأسود ظهر، ولا هم شافوا شيطان زي ده قبل كده. سوز حاولت تخلي جنودها يرجعوا، بس كان فات الأوان. هم اتحركوا بالفعل. الفارس ما تأثرش بسهولة وطرحوا كل الناس بعيد. سوزون خمنت إن درعه بيعكس أي هجوم، ولما كازاكي حاول يضرب، نظريتها اتأكدت، سحره ارتد عليه. وأثناء ده يوزادو جري عبر ساحة المعركة لسه مطارد برؤياه. فجأة لقى نفسه محاصر، لكن الراجل اللي أنقذه قبل كده جاء ينقذه وقال له مكان الأبطال. يوزادو جري تاني يأمل إنه ما يكونش متأخر. في الخطوط الأمامية الفارس الأسود بعت جنوده الشياطين يقتلوا القوات الأضعف. سوزون قالت لازم نهزمه، لكن كازاكي اعتقد إن الموضوع ما ياخدش أمل. سوزون كان عندها خطة خطيرة. كازاكي كان خايف، لكنها فكرته إن يوزادو يقدر يشفيهم لو حصل حاجة. سوزون بدأت بإلهاء نظر الفارس، بعدين هي وكازاكي هجموا ضربة منسقة. الخطة ما نجحتش زي ما توقعوا، الهجمات ارتدت تاني، لكن سوزون لاحظت حاجة، الطعنة في ظهره ما ارتدتش. خمنت إن الفارس ما يقدرش يعكس حاجة ما يقدرش يحس بيها. حاولوا تاني بسرعة وإلهاء. كازاكي استخدم سحر الضوء ليعمل فارس، وسوزون طعنته في ظهره، بس كله كان خدعة. الفارس خدعهم وفعل قدرته العاكسة في الوقت الصح. سوزون اتأذت جامد وكازاكي انطعق بالكامل. الفارس ضحك على فشلهم وكشف إن قدرته مش مرتبطة بالنظر خالص، يقدر يختار إيه يعكسه. عمدان ساب الطعنة دي تعدي عشان يخدعهم. سوزون بدأت تخاف، حست إن كل حاجة ضاعت، وقعت على الأرض وندمت إنها ما قدرتش تودع يوزادو. وهي بتفقد الوعي افتكرت أوقات سعيدة لما كانوا طلاب بيحسنوا قوانين المدرسة، وكانت فرحانة بإن يوزادو قبلها زي ما هي. حست إن كل حاجة هتبقى تمام طالما معاها هو وكازاكي. في الحاضر الفارس حضر ينهيها. قبل ما يقدر يضرب، يوزادو وصل وضرب الفارس في وشه. اتحطم لأنه ما وصلش في الوقت الصح، لكنه على طول بدأ يشفي أصحابه. الفارس اللي اتكشف إنها ست اتعصبت وهجمت تاني. يوزادو تفادى مع أصحابه، وسوزون هجمت بسحرها وشرحت بسرعة إن درع الفارس مصنوع على الأرجح من المانا وبيعكس الهجمات، لكن لسبب ما لكمة يوزادو نجحت. اتقطعوا تاني من قبل الفارس اللي طالب بالانتقام. يوزادو ما كانش عايز يقاتل، لكن ما قدرش يمشي. قال لسوزون تراقب كازاكي وهو بيغطي نفسه بسحر الشفاء ويستعد للمعركة. لما ضرب الفارس تاني، الهجوم مرتدش. خمن ان الفارس يمكن يكون ضعيف من المانا. الهجوم المتتابع حيرها اكتر. كازاكي صحي، وسوزون شرحت ان يوزادو انقذهم. الفارس اخترق ايد يوزادو، لكنه ما تفاعلش مع الالم، كان بيشفي نفسه في نفس الوقت. كازاكي ما فهمش في الاول، لكن سوزون فهمت. السحر الشافي كان ضعف الفارس، ولما يوزادو لكمه كان مغطي بالطاقة الشافية، الضربات ما بتعملش اصابات لكن بتوجع جامد. الفارس اطلق انفجار كبير ودفع يوزادو بعيد. الكل قلقان، لكنه وعد انه هينهي الموضوع. لما الفارس هجم بالهجوم النهائي، يوزادو شحن نفسه وقابلها وجها لوجه. قواهم تصادمت، لكن يوزادو اخترق وادى اقوى لكمة عنده. الطاقة كانت قوية لدرجة شالت دراعها. يوزادو كسب وسماها حركة الشفاء المطلقة بتاعته. رجع على طول يساعد الجنود المصابين، والناس مدحوه لانه طرد جيش الشياطين. سوزون قالت لجندي يروح وشكر يوزادو. فضولها عن التقنية، يوزادو شرح انها لكمة عادية مغطاة بطاقة شفاء. خدعت روز علمته اياها. الضربة مش بتضر العدو، لكن بتخليه يطيح من الألم ويعيش. سوزون فهمت انه بيبقى زي روز اكتر. شكرتها تاني على انقاذهم، وقرروا لازم يروحوا ورا الافعى الكبيرة اللي دلوقتي بتهاجم الخطوط الامامية. روز مبسوطة بأداء يوزادو، قالت له ما يحتاجوش يجري كتير ويرجعوا المخيم. يوزادو ودع اصحابه. دلوقتي وعدوا انهم يعيشوا عشان شوفوا قد ايه اشتغل جامد عشان يحميهم. وهو بيجري، روز سرا مدحته على نجاته، بس اتأكد انه ما يشوفش. في معسكر العدو، أميلة اتعصبت بعد ما سمعت ان الفارس الاسود اتغلب عليه خالص. ما صدقتش حد يقدر يتغلب على الدرع والسحر ده، خصوصا حد من فرقة الانقاذ. في الاول افترضت انها روز، لكن لما قالت لها حد تاني اتفاجئت اكتر، شخص تاني زي روز، وده مضايقها. فكرت تدخل المعركة بنفسها، لكنها فهمت لو سابت القاعدة هتبقى مفتوحة للهجوم. كمان العدو لسه معاه سجلات على جانبه. في نفس الوقت هيروك راح يشيك على سلاحهم الضخم الافعى، لكن اندهش لما لقى الابطال شغالين يهاجموا. هم مصممين ما يسيبوش يوزادو، وكافحوا بكل قوتهم عشان يهزموا الافعى. في المخيم الرئيسي، يوزادو كان شغال جامد في علاج المصابين. اضطر يفكر واحد من الغلاظ ما يعبثش اثناء العلاج، وكل الناس ركزت. ولما بصوا لفوق في السماء، شافوا الابطال بيطلقوا هجوم سحري ضخم على الافعى. تعبانين لكن مصممين، اسقطوا الافعى والكل هتف. روز قربت ليوزادو وقالت له العدو بيتراجع. يوزادو تساءل اذا هم هيلحقوهم، لكن روز قفلته. قالت ده يكون غباء، الشياطين عددهم اكبر، المطاردة هتخاطر بحياة اكتر. الهدف الحقيقي هو تقليل الخسائر والاستعداد للمعركة الجاية. روز قالت السبب الوحيد لانهم كسبوا المرة دي ان يوزادو انقذ الابطال، ويوزادو كالعادة كان متواضع
متواضع. أعتقد إن روز كانت هتدخل لو هو ما وصلش في الوقت الصح، لكن روز قالت له بوضوح لو ما كانتش موجود كانوا خسروا الأبطال وممكن المعركة كلها. لأول مرة روز مدحته على إنه عمل شغل ممتاز كعضو في فرقة الإنقاذ. يوزادو فكر في كل التدريب والمصاعب اللي مر بيها، كل الألم، كل المعارك، كل الدفع للأمام، وفي الآخر ده بدأ يجيب نتيجة. بدأ يعيط ومش عارف حتى ليه. روز بصت له وفهمت إنه تحت كل القوة دي يوزادو لسه طفل. يوزادو اعترف إن التواجد في ساحة المعركة فعلا كان مخوفه. رؤية الناس بتموت والشياطين بتهجم في كل مكان كان مرعب، لكن رغم كده كان سعيد إنه قابل روز عشان بفضلها بقى شخص يقدر ينقذ الأرواح. روز قالت كان في ناس تانية بتقول كلام زي ده قبل كده، لكن دلوقتي بقوا بس في ذكرياتها. يوزادو لسه موجود، لسه عايش، وعلشان كده هي فخورة بيه. ابتسم لمدحها وبعدين وقع من التعب. روز سابته يرتاح وفخورة قد ايه اتقدم. بعدين يوزادو افتكر انه تستدعى للقصر بعد الحرب. كان متوتر لكنه سعيد، كانت اول مرة في حياته يتكافئ. حاول يقول لبورين عن ده لكن الدب كان مشغول بالاكل ومش فارقة معاه. يوزادو فكر يمكن الدب بدأ يتسمن. جولم وصل قريب برسالة جديدة. يوزادو طلب منه يرجع للقصر تاني. حذره يوزادو يكون حذر في الطريق. ما فهمش ليه لحد ما خرج ولقى الناس في المدينة محاصرينه، حتى ما لاحظش البنت الغامضة من قبل وهي بتتفرج عليه وسط الزحمة. بعد ما نجا واحد من الحراس شكر يوزادو على انقاذ رفاقه. يوزادو قال انهم كلهم عملوا دورهم وما كانش هيقدر من غيرهم. واحد من الاطفال كمان قال ان يوزادو قوي كفاية انه يكون من الفرسان الملكيين يوم من الايام. يوزادو قابل الملك اللي طلب مساعدته في حاجة مهمة. سيجلاس شرح انهم محتاجين يوزادو يقابل الفارس الاسود المعتقل. بشكل مفاجئ هي تعاونت في الاستجواب، لكنها رفضت تقول اي حاجة غير لما تتكلم مباشرة مع يوزادو. سوزان وافقت تروح معاه وحلفت تحميه لو الفارس الاسود حاول حاجة. يوزادو هزار معاها، فكرها انها خسرانه قبل كده من الفارس، لكنها وعدت انها هتكون درع بشري لو احتاج. يوزادو ما كانش متأكد ازاي غلب الفارس الاسود، لكن سيجلاس عنده اجابة. الفارس كانت بتستعمل سحر مظلم وسحر يوزادو الشافي كان بيقابله. القوة بتاعتهم كانت بتلغي بعض. ده خلى يوزادو يفهم حاجة مرعبة، لو سحره الشافي ما اشتغلش عليها كانت خدت كل الضربات دي من غير حماية. جرى يشوفها خايف من الإصابات اللي ممكن تكون حصلت لها. يوزادو كان عارف إن الكامو ممكن تكسر العظم، والفارس خدتها وشها للوش، لكن الفارس ما اهتمتش، كانت قبلة الألم. سوزان هزار قالت يمكن هي نوع من المازوشيست، لكن يوزادو ما ضحكش. داخل زنزانتها الفارس مش فاهمة ليه طلبت تشوف يوزادو، لكنها افتكرت يمكن بس عايزه تقابل الراجل اللي غلبها. يوزادو خلاهم يفتحوا زنزانتها، ولما مد ايده يمسكها هي افتكرت انه هيأذيها، بدل كده بدأ يشفيها. هي اتوترت لما السحر الشافي بدأ يشيل درعها، لكن بعد شوية هدأت. لأول مرة حست بالسلام وما كانتش عايزة تسيب ايد يوزادو. الدموع نزلت على وشها وهي ماسكة ايده شوية أطول. بعدين روز قالت ليوزادو انها هتستأنف تدريبه شخصيا مع معركة تانية ضد جيش الشياطين على الأفق. كان في حاجات محتاج يتعلمها. يوزادو كان متحمس يحسن سحر الشفاء بتاعه، لكنه زعل لما عرف انه لسه مش قادر يعالج الأمراض. قوته الجسدية كانت كويسة بالفعل. فروز قالت التدريب الجديد هيكون على التجنب. باختصار هي هتضربه وهو يتعلم يتجنب الضربات. روز قالت له انه بيعتمد كتير على سحر الشفاء، لو واجه سلاح ملعون السحر ما هيشتغلش، فلازم يتجنب. يوزادو ما حبش يتضرب من مديرته، لكن روز كانت فرحانة تشوفه متحمس. طلعت بيه في السماء وضربته في بطنه أول ما رجع. بعدين يوزادو صحى فكر انه كان كابوس، لكن روز كانت هناك مستنية يتعافى عشان يكملوا التدريب. الأيام عدت. يوزادو كان بيشتكي طول الوقت، كل ما قرب يتجنب روز كانت تسرع وتضرب أسرع. راح يكلم الفارس الأسود عن القسوة دي، لكنها سألت ليه موجود أصلا. هو ما كانش عنده تدريب اليوم، لكنها باين عليها متوترة كأنها عايزه تقول حاجة. هو مشي قبل ما تقول. في نفس الوقت روز قابلت الملك، كان عنده طلبين. في نفس الوقت يوزادو زار كازاكي اللي كان بيتدرب جامد، وسوليان بتتفرج بفخر. يوزادو حس بالغيرة لما قارن ده بتدريبه الكاسي. سوليان شرحت انهم حصلوا على كل المعلومات من الفارس الأسود بفضل يوزادو. الملك وسط فيه أكتر من أي وقت. كازاكي كان عايز يشكر يوزادو لكنه منع نفسه، مش عايز يقلق سوليان. بعدين الفارس الأسود قعدت ساكتة في زنزانتها مستغربة ليه يوزادو جاي يزورها قبل كده. سمعت خطوات وأملت انه يوزادو، لكن كانت روز قالت لها الملك اتخذ قرار. الفارس افتكرت انها تتنفس فيها الإعدام، لكن روز قالت لها مش محظوظة كده. الاختيارين كانوا تقعد مسجونة للأبد أو تتدرب مباشرة مع روز. الفارس فكرت ان ده جنون، لكن روز ضربتها ضرب كاراتيه وحطت لها أداة سحرية قفلت قوة. روز قالت هيكون مضيعة للموارد لو سيبها في السجن، بدل كده هتحولها لشياطين مفيدة. الفارس افتكرت انها عندها اختيار، لكن روز اتخذت القرار بدلها. في البيت يوزادو كان بيجري مع بورين يساعد الدب الصغير يرجع لياقته، لكن روز ضربته جامد، فكرته ده يوم اجازته. يوزادو اندهش لما لاحظ ان الفارس دلوقتي مع روز. روز شرحت انها ناوية تحول الفارس لمساعدة في فرقة الانقاذ، بما ان سحرها متقفل وروز هتتابعها مباشرة مفيش خطر. روز كانت ناوية تدربها بنفس طريقة التدريب الكاسي بتاعتها، فحست
حس يوزادو بالأسى على الشيطانة المسكينة. في الليل يوزادو حدث روز عن الفارس اللي تعبت طول اليوم لكن هدأت بعد حمام دافي. روز بعدين كشفت إن الملك عايز يعمل تحالفات مع الدول القريبة للتحضير لهجوم تاني من جيش الشياطين. لتوصيل رسائل الملك سوزون كازاكي ويوزادو تم اختيارهم. يوزادو ما صدقش لكن روز طمنته إن الملك واثق فيه جدا وبيعتقد إنه يقدر يتعامل مع المهمة. الصبح شوية بنات ذو أنياب تمنوا ليوزادو حظ سعيد قبل ما يجروا. بائع اعتذر عن الزحمة المرة اللي فاتت لكن يوزادو مهتمش. لما فكر في لطف الناس في المدينة ذكر نفسه إن المهمة دي عشان سلامتهم. ولما سوزون وصلت نادت على اجتماعهم المصيري. يوزادو شاف البنت الثعلبية الغامضة تاني وجرى يمسكها. لما عمل كده قالت له إنها مستنية محتاجة منه ينقذ أمها. يوزادو اتصدم لكن سوزون كانت مشغولة بجمال البنت الثعلبية قدمت نفسها باسم ماكو وأصرت إنهم يتكلموا في مكان خاص. في نفس الوقت الفارس الأسود كانت بتزحف في تدريب قاسي. كانت بطيئة ومتضايقة والفرقة كانت بتستهزئ بيها. وقعت من التعب لكن روز رجعتها للتدريب. في بيت يوزادو أماركو شرحت كل حاجة. قدرتها السحرية خلتها تشوف المستقبل ووريت يوزادو رؤية رهيبة لأنها كانت الطريقة الوحيدة عشان تمنع مملكة من الدمار. جات من بلاد الوحوش عشان تلاقي معالج يقدر ينقذ أمها. معظم وحوش ما يقدرش يستخدموا سحر الشفاء ومع إن أورجا ويورو كانوا معالجين لكن ما كانوش مؤهلين. روز كانت خيار تاني لكن أماركو شافت رؤية روز هترفض عشان كده عرفت إن يوزادو الوحيد اللي هيوافق يساعد. يوزادو كان محتار لأنه في مهمة لكنه فكر يمكن يروح بلاد الوحوش وهو بيوصل رسائل الملك. راح يسأل إذن وحذر أماركو تزعق لو سوزون عملت حاجة غريبة. روز قالت فورا إن لازم يبلغوا الملك عن ماكو لأنها نادرة وتشوف المستقبل ووحوش الأرض هيرجعوها وده ممكن يعمل مشاكل لكن كمان ممكن يساعد يقنع الملك يسمح ليوزادو يروح بلاد الوحوش. بعدين الفارس رفضت تاكل مع الفريق لكن يوزادو ظهر وقال لها لازم تأكلي. بدأت تطرى شوية لما أعطاها دفتر تسجل فيه زي ما كان بيعمل هو. سجلت أيام تدريبها القاسية وما صدقتش قد إيه يوزادو غير بشري. عمره ما تعب عمره ما استسلم. يوم سمعت صوت من الغابة وفصلت التدريب تشوف إيه. طلع يوزادو بيتدمر من روز. اتصدمت إنه نجا ودهم لما اتفاجئت إنه تفادى لكمة. فرحت قبل أوانها واتضرب لكن روز أخيرا سابته يرجع للتدريب الطبيعي. من وقتها الفارس استمرت تتدرب تحت إشراف يوزادو لسه متفاجئة من تحمله. في الآخر يوزادو سألها اسمها قالت له إنه فيلم رغم إن محدش بيستخدم الاسم ده. لما بورين ظهر للجري فيلم زعلت إن يوزادو حتى ما استخدمش اسمها بعد ما شاركته وقررت تتسابق معاه. في الليل يوزادو شرح إن فيلم تعبت تحاول تهرب منه ووقعت. بعد ما شافاها الصحاب اتريقوا على اللي عملوا معاها لكن يوزادو أصر إنه جري طبيعي. هم أشاروا إن نسخة يوزادو الطبيعية مش بشرية وقبل ما الأمور تكبر روز ظهرت وقفلتهم. اليوم اللي بعده فيلم سمعت إن يوزادو هيقابل الملك. هربت بدري لكن روز لحقتها. افتكرت يمكن بتحاول ترجع لجيش الشياطين لما لاحظت فيلم ماشية في الاتجاه العكسي. فهمت إن فيلم بس مش عايزة يوزادو يروح لوحده. فيلم نفت لكن روز ما صدقتهاش قالت لها ترجع للتدريب. في القصر يوزادو جاب ماكو معاه. الملك لويد شكر البنت الثعلبية شخصيا على مساعدتها في إنقاذ المملكة وقال إنه عايز يرد لها الجميل. سمح ليوزادو إنه يروح بلاد الوحوش مع أماركو بعد ما يوصل الرسائل ل3 دول تانية ويلزي شرح الخطة كاملة. كازوكي وسوزون ويوزادو هيسافروا للمملكة الأولى مع بعض. بعد كده يوزادو وأماركو هيتجهوا لبلاد الوحوش مع فارسين. يوزادو اختار المرافقين بتوعه. الأول اختار هاروكو حارس البوابة المعروف إنه أخرق لكن مخلص. هاروكو ترددت لكنها قررت تروح. أما التاني يوزادو فاجأ الجميع وأشار لبورين اللي كان بس بيفرح ورا فراشة. في الوقت نفسه فيلم كانت بتجري عشان تهرب من روز اللي لحقاها وهي بتحاول تهرب. روز ما كانتش زعلانة إنها حاولت تتبع يوزادو لكن غبت جامد لأنها ما سألتش الأول. فيلم اعترفت إنها مش متعودة تهتم بحد وما كانتش بتحاول تودع. روز قالت لها إن يوزادو تقريبا شاطر زيها في الشفاء وهي هيتصرف كويس لكنها لاحظت إن فيلم واضح إنها مهتمة بيه. في الليل يوزادو قال لفيلم إنه هيسافر اليوم اللي بعده. فيلم طردته من الغضب غيرة لأنه بيهرب من التدريب. روز حذره إن الرحلة اللي قدامه مش هتشبه أي حاجة جربها قبل كده. في بلاد كتيرة سحر الشفاء كان بيتشاف إنه ضعيف. لو قابل أي حد فكرة زي دي روز قالت له إنه يثبت له العكس ويهزمه. هي كانت مؤمنة إن الرحلة هتغيره لكنها واثقة إنه هيقدر ينجح. اليوم اللي بعده الكل ودعوا بعض. القطان سافروا مع كازوكي وسوزون وأماركو في المقدمة وفيلم وقعت من التعب بينما روز فضلت تضغط عليها في التدريب. يوزادو كان متحمس ومستني الرحلة جاهز لمقابلة ناس جديدة تحديات صعبة ومغامرات غير متوقعة. ودي نهاية فيديو النهاردة. اتفرج على الفيديو اللي بعده. لحد المرة الجاية سلام.